آه، طيب، يعني أتمنى إنه الجولة الافتراضية في المتحف، في المتحف تكون عجبتكم، وإنه إحنا يعني نكون استمتعنا بالأعمال الفنية اللي شفناها. دلوقتي أنا برحب للمرة الثانية بنهى حنفي، الناقدة والفنانة التشكيلية، اللي هتشرح لنا بقى وتعمل لنا جولة افتراضية أيضا، بس من خلال النقد التشكيلي للأعمال اللي احنا شفناها في واشنطن آرت جاليري من خلال هذه الجولة القصيرة. اتفضلي يا نهى. طيب، مساء الخير للمرة التانية. كل الناس اللي حضروا معانا تاني. أنا دلوقتي معايا الشير. اتفضلي. طيب، أنا بدعوكم إن احنا نربط الأحزمة ونستعد للإقلاع لواشنطن دي سي عشان نروح للمعرض كده ونتفرج عليه بقى بنظرة متفحصة شوية. أم، أوكي، صورة واضحة. أيوة. أنا هحاول أعمله زي كده. أم، يس، كده واضح. واضح. تمام، أنا بس مش هبقى شايفاكم، فلو في أي حاجة أرجوكم نبهوني بالصوت عشان أنا كده مش شايفة الزوم. طيب، هنبدأ رحلتنا بإننا هننطلق من القاهرة للولايات المتحدة الأمريكية في رحلة 10 ساعات تقريبا بالطيارة لواشنطن. واشنطن دي سي طبعا هي العاصمة بتاعت الولايات المتحدة، أكيد زحمة بسبب الأحداث السياسية اللي دلوقتي. الجاليري موجود، متميز جدا على الخريطة. بعض المعلومات كده السريعة قبل ما نخش بقى في اللوحات الفنية والكلام اللطيف يعني. موقعه فريد جدا، هو بيتوسط ما بين الكابيتول وبين البيت الابيض. فحد عايز يعمل جاليري في ارت، فممكن كمان يبص على مكتبه الكونجرس في الكابيتول، فهتبقى زياره لطيفه جدا. وطبعا حواليه بقى من كل الجهات، يعني واشنطن منطقه ثريه جدا للرحلات الثقافيه، يعني سميثونيانز، الناشونال اير سبيس ميوزيوم، في كذا متحف في المنطقه. طيب، نبدا بالقصه بتاعتنا. اللي قدامنا دلوقتي ده اندرو دبليو ميلن. ده هو نهى، الشاشة بتاعتك راحت، اوكي. واحنا رجعنا نشوف التاني. انا بس بدعو، يعني جوجل ميت بيبقى شوية فيه تريكة غير زوم، ان بنلاقي انه احيانا الكل يقدر يشارك في نفس الوقت، فانا بدعو يعني يبقى غصب عنكم بيحصل حاجة، الناس بتشارك الشاشات بتاعتها، ففي حد شارك الشاشة بتاعته فانت خرجتي، اوكي. فممكن تدخلي تاني لو سمحتي. آه، اعمل شير يعني. اعملي شير لان الشير بتاعك راح. اوكي، ستوب شيرينج. اه، كده تمام. اوكي. خلينا كده احسن عشان ابقى شايفه كل حاجه. أنا مش عارفه، بتهيألي الصوره كده كويسه بالنسبه لكم، صح؟
اوكي. طيب احنا وصلنا دلوقتي ده اندرو دبليو ميلن. هو اصلا في الاساس كان مصرفي، كان بانكر يعني، ووزير الخزانه في الولايات المتحده في عام 1921. هو كان ارت كولكتور، كان هاوي لجمع الفنون والمنحوتات والارت كرافتس والحاجات اللي من النوع ده. بعد ما بقى عنده الكولكشن الشخصيه بتاعته، لاسباب ضريبيه بعض الشيء اضطر ان هو ياسس مؤسسه اللي هي اي دبليو ميلن، المؤسسه التعليميه والخيريه بتاعته، بدا من خلالها ان هو يمارس نشاطه بشكل مؤسسي. في كمان حاجه مهمه جدا حصلت في تاريخ نشاطه كارت كوليكتور، ان هو زي ما بيقولوا كده مصائب قوم عند قوم فوائده. فحصل ان في الحكومه السوفيتيه في وقت معين مرت بازمه ماليه طاحنه، فكانت محتاجه العمله الاجنبيه باي شكل من الاشكال. فعرضت جزء من الكوليكشن بتاعتها في الارميتاج، المتحف الشهير بتاعهم، للاقتناء، وخاصة اللوح اللي هي بتقدر برقم مبالغ يعني تعتبر عالية جدا جدا. فطبعا كان فرصة كبيرة جدا لميلن ان هو يبقى ليه غنيمة فنية كانت تتمثل في مجموعة اللوحات اللي قدامنا دي. طبعا لوحة ليوناردو دافنشي، ولحد دلوقتي تعتبر ان هي يعني ناشونال برايد كده، ان هي اللوحة الوحيدة ليوناردو دافنشي اللي موجودة في الامريكتين. في كمان لوحة لفان ايك اللي هي اللوحة اللي على اليمين للانونسيشن او البشارة، الموضوع ديني مشهور. لوحة دي من عصر النهضة وعصر القوطي المتأخر. فتعتبر ان هي مثلا في القرن ال16 او كذا، فتعتبر ان هي فترة ذهبية جدا، والمقتنيات منها بتكون يعني فخر لأي متحف ان هو يعني يحوز هذه الغنيمة. ولوحات لرافائيل وتيشيان وكذا حد من فناني عصر النهضة. طيب بعد ما حاز هذه اللوحات وقلنا لك ان هو قرر خاص ان هو يبقى يعمل مؤسسه، مع الوقت المؤسسه دي تحولت بعد كده للمتحف اللي احنا عارفينه دلوقتي اللي هو الناشونال جاليري اوف ارت. الزاويه دي من المتحف هو بينقسم لكذا جزء، هنشوف صوره ليه بعد كده من الساتلايت. بس من الزاويه دي نقدر نلقط ملامح سريعه جدا عنه، شكل المدخل وشكل الدوم او القبه اللي من فوق، وكمان حاجه مهمه شكل القبه بتاعت الكابيتول باينه كمان من هنا. فهو الاماكن قريبه من بعضها حوالي مايل او ميل ونص او كذا من المكان بتاعه. طيب الواجهه بتاعته او التصميم الجزء ده منه صمم على طراز الكلاسيكيه الجديده وعلى غرار متحف البانثيون الاثر الروماني الشهير، اللي مدخله بالشكل الشهير اللي احنا نعرفه ده، ببهو المدخل بتاع الاعمده والجمالون، والمدخل جوه البازيليكا المركزيه قبه من اعلى. طيب ده تقريبا شكل المجمع الكومبلكس كله بتاع الناشونال جاليري. احنا لو دخلنا من الجزء اللي تحت اللي هو الويست بيلدينج، شايفين هنا هنلاقي كمان المنظور بتاع المدخل بتاع الاعمده واضح، والقبه اهي في الوش، عشان كمان شويه هندخل دلوقتي ونشوف المنظر اللي احنا شفناه في الفيديو. ده الويست بيلدينج اللي هو الجزء القديم اللي هو فيه المعروضات اللي احنا شفناها في الفيديو. في جزء تاني الايست بيلدينج، وفي رابط بينهم من خلال ممر من تحت الارض، وفي جنينه ملحقه معروض فيها مجموعه من المنحوتات. طيب دي الواجهه بتاعت المدخل، هنخشها دلوقتي هنشوف المنظر ده. دي بتتسمى في العماره الروتوندا، او زي صحن كده دائري، علشان ايه؟ منظر كده في البهو بيبقى ايه يعني نظم مسار المدخل. طيب في كمان تمثال عندنا. ايه التمثال ده يا ترى؟ دي القبه من فوق برضو على غرار القبه بتاعت البانثيون. وهنلاقي متكرر المشهد ده كتير، اللي هي الحدائق الداخليه جوه المتحف. وان هو كمان بيستخدم الاناره الطبيعيه من خلال ان هو يعمل اسقف. طبعا ده مش ازاز عادي او بريكسي او اي خامه شفافه عاديه، لا دي لازم تكون مصنعه بشكل معين بحيث ان هي تعمل فلتر للاضاءه اللي داخله، تبقى اضاءه مناسبه للعرض، وطبعا بتحجب الاشعه او العناصر اللي ممكن تكون تضر بالاعمال الفنيه. دي لوحه للبانثيون، تصور لشكل البانثيون من الداخل. طيب التمثال بقى، هنبدا دلوقتي في الاعمال الفنيه. اول تمثال هيقابلنا واحنا داخلين تمثال لميركوري او عطارد. احنا عارفين ان هو الاسماء الكواكب اللي احنا نعرفها دلوقتي اصلا كان جزء يعني عدد منها كان على اسم الجريك جودز او رومان جودز، الالهه او الارباب الرومان. فهو ميركوري ده بنعرفهم بقى ازاي من بعض. بيبقى كل حد فيهم ليه لازمات معينه او بروبس كده معينه دايما بيبقى شايلها. ميركوري، في حاله ميركوري هو اصلا الوظيفه بتاعته ايه؟
هؤلاء المكاسب الماليه والتجاره والبلاغه والرسائل، يعني بيبقوا مالتي فانكشن كده، مالتي تاسك جودز. بس بقى بنعرفه من ايه؟ من العصايه اللي هو ماسكها. هو ماسك كده زي عصايه اسمها العصايه بتاعت هيرمس، اللي هيرمس هو اهداها ليه كده في سياق وقصه طويله، يعني مش محل ان احنا نحكيها دلوقتي. العصايه دي بيبقى ملفوف عليها تعابين كده اهو، لو احنا شايفين الماوس. وبيبقى كمان ليه كمان عنصرين خاصين بيه جدا، اللي هي القبعه المجنحه اللي هي البيتاسس اللي هو لابسها هي على راسه، وليه كمان ال الاحذيه المجنحه اللي هي تيلاريا، او الحذاء وطالع منه جناحه. فده بالنسبه للتمثال بتاع المدخل. طيب هنبدا بقى دلوقتي حالا في ايه؟ الاعمال الفنيه. ملحوظه بس سريعه قبل ما نبدا مع بعض، ان هو انا مش هلتزم 100% بالمسار بتاع الزياره، وان كنت يعني هلتزم بقدر ما بالكوليكشن اللي هو عرضه، عشان هو في حاجات قبلها ما اتعرضتش، يعني من عصور اسبق ما اتعرضتش، وفي بعديها كمان يعني خاصه في القرن العشرين، نص الثاني من القرن العشرين ما كانش فيه، يعني هو ما عرضش حاجه في الفيديو، او يعني نماذج سريعه جدا جدا. فانا اكتفيت ان انا احاول الحاجات اللي كان عليها تركيز في الفيديو ان انا اجمعها كده في مجموعه افكار معينه، بحيث ان احنا نخرج من العرض بتاعنا بافكار واعمال فنيه بتمثل هذه الافكار، ويبقى معانا ده كريفرنس او كمرجع لما نشوف الاعمال بعد كده، سواء التاثيريه او التكعيبيه او كذا او ما بعد التاثيريه، نعرف ان احنا نكابتشر الملامح بتاعتهم بشكل كبير. طيب اول عمل معانا ده ممكن ما يكون، يعني احنا طبعا يعني اغلب الحضور اتوقع انه ممكن يكون عندهم خلفيه ما عن المدرسه الانطباعيه او التاثيريه. هي خلينا برضو نقول سريعا كده، هي مدرسه نشات في القرن التاسع عشر، وكانوا نوع من حركه التمرد على الفنون الكلاسيكيه بشكل كبير. الفنون الكلاسيكيه اللي هي الاكاديميه اللي بتدرس في الجامعه، اللي هي منضبطه لموضوعاتها، مأخوذة غالبا من الأساطير الرومانية أو المواضيع الدينية، بس معالجة بشكل منضبط من حيث محاولة محاكاة الواقع بدرجة كبيرة، المنظور هي من الآخر إن هي بترسخ للقيم اللي استقر عليها الفن من عصر النهضة. فنتصور كده الموضوع هيبقى ماشي إزاي. جت الحركه الواقعيه خلخلت شويه بعض المعايير بتاعت الاكاديميه، وان كانت بصريا لسه ملتزمه. احنا شايفين في معالجه بصريه او معالجه تصويريه جيده للاشخاص وملابسهم والطيات بتاعت الثياب والظلال والضوء والخلفيات والكلام ده كله، بس العنصر الاضافي اللي اضافوه لشغلهم ان هم بقوا بيهتموا بطبقات جديده في المجتمع ما كانش معتاد ان هي تظهر بوضوح كده في الفن التشكيلي. الطبقات دي اللي هي الطبقات المعدمه او الطبقات الفقراء والبسطاء، وده بيتضح بشكل كبير من خلال ملابسهم الممزقه، ان هم حفاة، ان هم بيشتغلوا باعمال متواضعه او موجودين دايما في الفضاء، هم محتاجين دايما ان هم يبقوا موجودين سواء فلاحين سواء ايا كان الاعمال اللي بيباشروها. فهي ليها علاقه بشكل كبير بالخروج اوت دور او خروج بره نطاق الابواب المغلقه. دي كانت خطوه في اتجاه بعد كده التأثيرية اللي هتبقى متميزة جدا بفكرة الخروج والرسم للفن للهواء الطلق، حتى في المصطلح الفرنسي اللي هو اون بلان اير، ان هو بيخرج ليرسم في الهواء الطلق بعيدا عن ان هو يبقى جوه الاستوديو محجوز فيه. كان الفنان بيبني جزء كبير جدا جدا من اعماله وموضوعاته جوه الاستوديو بشكل كامل، ويحاكي بيها الخارج، بيجيب الخارج جوه ويظبط الاضاءه ويتحكم في كل شيء بشكل المجتمع. الواقعيه بدات ان هي تخرج من الموضوع ده بره شويه. طيب هنستغرب ليه ان اللوحه دي بتبقى بتاع ماني احنا عارفين ان هو معروف جدا ان هو احد ادوارد ماني، احد يعني مؤسسي الاتجاه الانطباعي او التاثيري او الامبريشنزم، ولكنه بدا في بدايه حياته ان هو يلمس شويه مع الاتجاه الواقعي. فدايما هنلاقي ان كل فنان بيبقى ليه مراحل طويله جدا، خاصه لما يبقى ليه مسيره فنيه طويله هيبقى ليه عده مراحل، بس احنا بقدر ما في المتاحف بيتم التركيز على مرحله معينه، و بنبدا احنا نبني تصورنا عن الفنان من خلال المرحله اللي احنا دايما بيتم الالحاح على عرضها. طيب ندخل بقى في حاجه ممكن تكون شبه الانطباعيه كما هي في اذهاننا. المكان المفتوح، خاصة شكل المدنية وشكل باريس في الوقت ده. كانت باريس تحولت بشكل كبير جدا لمشهد حضري مميز، العمارات والبنايات المتطاولة واللي بدأت إن هي إيه
والشوارع الواسعة والشكل المواصلات والملابس وهكذا. فدي كانت ملامح جديدة جدا على المجتمع. يعني فريق كبير من الفنانين شافوا ان ده شيء يستحق التسجيل وان ده شيء يعني يعتبر وثيقة، فعشان كده جنحوا او اتجهوا بشكل كبير ان هم يعملوا بينتينجز، يعملوا تصاوير على هذا الموضوع ويوثقوه. قصة التأثيرية ممكن نقولها سريعا كده. هي نشأت ازاي؟ هي نشأت كحركة متمردة على الفنون الأكاديمية بعد ما مجموعة من الفنانين كانوا طلبوا، يعني كانوا بدأوا يعملوا ممارسات جديدة وحاولوا ان هم ينضموا للأكاديمية في الصالون السنوي بتاعهم، صالون باريس، فرفضوا انضمامهم وتهكموا على الأعمال الفنية بتاعتهم. كان طبعا على رأسهم مونيه، كان مقدم لوحة فنية فيها الشكل الانطباعي اللي هنبدا ان احنا نشوف كذا نموذج شبهه دلوقتي ونتكلم بالظبط في ملامحه عامله ازاي. فرفض لانه كان بيعمل اعمال غير كامله. يعني هو كان من ضمن الاعتراضات ان هي اعمال غير كامله، وان هي اقرب ان هي تكون انطباع مش دراسه اكاديميه دقيقه يعني تستحق ان هي تعرض في صالون اللي هو بيحتفي بالمعايير الاكاديميه. فعلى هذا الاساس تم نبذ هؤلاء الفنانين وبداوا ان هم يعملوا كده زي مجموعه مع بعض، وعملوا مسار موازي ليهم بعيدا عن الاكاديميه. من هنا كمان ممكن نقول ان هي بدات فكره المدارس الفنيه، المدرسه الفنيه اللي ليها ملامح مثلا معينه يبدا يبقى ليهم حضور، يبقى ليهم قصه ويبقى ليهم مانيفستو، مثلا ان هو احنا حاجه تانية غير الصالون، وان كان ده ما اثر مانيفستو اتقال، بس كان الجمله دي كانت حاضره جدا في اعمالهم. بيسارو كان بيعمل البينتينج بتاعته دي من شرفه في الفندق فوق، فمنظور جديد، منظور واسع محتاج علشان يبين المدينه الجديده الكبيره اللي بقى البني ادم فيها صغير جدا جدا، والمباني حواليه متعمقه والشوارع حواليها تكاد تبتلع، والمكان بقى خطير مليء بالعربات والناس الماشيه. فهو بقى مكانه على يعني لازم كده ايه يحس بنوع من الحذر والرهبه من هذه المدينه الجديده الفارهه الواسعه. بالداخل التأثيريين كان في اتجاهين، في توجه كان مرحب جدا بهذه المدنية والمظاهر الجديدة اللي جدت على المجتمع، وفي اتجاه تاني ما كانش مرحب قوي بده، او اتجه بشكل ما يعني ممكن يكون ده عمل نوع من الارباك بالنسبه له فاتجهوا للطبيعه اكتر. وان كان ما نقدرش نقول ان ده حصل بشكل شارب، يعني هنلاقي كل حد من الاثنين اشتغل، يعني اللي كان بيناطر المدنيه بيشتغل في رسم الطبيعه والعكس صحيح. طيب كلود مونيه. كلود مونيه من اشهر طبعا الفنانين التاثيريين. يمكن اسلوبه هو يعني اول ما نتكلم عن التاثيريه اكتر حد ممكن يعني يطلع بوب كده على طول في بالنا، هنلاقي ايه حاجه ما لمونيه. مونيه هنا مصور كاتدرائيه روان. العمل ده مش ده بس، في كذا نسخه من هذا العمل. تقريبا الناشونال جاليري عنده 4، هو في الفيديو عرض 2 بس كانوا معروضين جنب بعض. بس انا دورت يعني في مصادر ثانيه فيعني لقيت ان الناشونال جاليري المفروض عنده 2 كمان، فهما بالاجمالي 4. انا حبيت ان احنا نحطهم جنب بعض عشان نشوف، نحاول نلاحظ يعني الاختلافات الطفيفه جدا من كل صوره والثانيه. طيب ليه مونيه عمل تأثيرية ان هم بيحاولوا ان هو يقبض او يعني يلتقط كده بشكل سريع جدا انطباعه الاول عن المكان او الصوره او المشهد اللي هو بيرسمه، مش بيرسم المشهد بالظبط زي ما هو شايفه زي ما الاكاديميه بتعمل. فمن هنا تولدت فكره تانية، طب هل مثلا انا لو رسمت المشهد ده في اضاءات مختلفه او في اجواء مختلفه او في اوقات مختلفه انطباعي هيتحول عنه او هيتغير عنه؟ اكتشف انه مونيه عمل سيريز كامله او مجموعه كامله، مش دول بس، في غيرهم تاني كمان، بس دول كانوا موجودين في الناشونال جاليري. فعمل ده بشكل مكرر من نفس الزاويه بالظبط، ثبت كل العناصر ما عدا عنصر الزمن وعنصر الاجواء والباليته اللونيه. طيب قصه بقى الباليته اللونيه، يعني مثلا لو تخيلنا كده ان احنا هنعمل زوم بالصوره على لو باين بالسهم منطقة الظلال الموجودة جوه اللي هو ايه الأبو أو الجزء اللي فيه ظل كثيف دون، يا ترى هيبقى عامل ازاي؟ هنلاقي المنظر بالشكل ده، مجموعة من الألوان المتداخلة. ايه الغريب فيها؟ ان هي ما فيهاش درجات رمادي، ما فيهاش درجات الأسود والرمادي اللي ممكن نتخيل ان هي المفروض تبقى موجودة في الظلال. طيب ده بقى بيحصل ليه؟
كذلك برضو دي منطقه ظليه تانية جوه الحته اللي عملنا عليها زوم. فده شيء غريب ليه ان هو يحط، احنا شايفين كمان في الوان قريبه من مثلا من السيمون ودرجات الازرق ودرجات البيج، ومتداخله كده بشكل غريب، وممكن يبقى في درجات زيتي. فكل الحاجات دي من بعيد بتدينا مساحه ظليه، بس من قريب نلاقي فيها كميه الالوان دي. طب ده بيحصل ازاي؟ تقنيا التأثيرين كانوا بيشتغلوا على نظريات، يعني مش بس ان هم بيعملوا ده اعتباطا او بشكل يعني في نوع من الانفعال او ان هو مش دارسين، لا، كان في نظريات معينه في اللون كانوا هم بيتبعوا، الا وهي نظريه ان الالوان المكمله لما بنحطها جنب بعض بشكل معين بيحصل حاجه اسمها الاوبتيكال ميكسينج، اللي هو المزج البصري. هو مش بيخلط اللون بشكل كامل على الباليت، يعني غالبا الفنانين الاكاديميين كانوا بيعملوا ايه، بيحطوا الالوان بترتيب معين على الباليته وبيخلطوها وفقا لطريقه معينه، بس لما بيجي يطبق اللون على اللوحه لازم يتاكد ان هي دي الدرجه اللونيه اللي هو عايزها، ويعمل بيها المساحه بتاعته بالشكل اللي هو عايزه. التأثيرين ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيعملوا ايه، ان هم يحطوا الوان يعني اقرب ان هي تكون واضحه وصريحه مش مخلوطه 100%، وبطريقه التطبيق بتاعتها على اللوحه والبراش ستروكس اللي هي ضربات الفرشه وبنوع فرش معينه بيديهم الانطباع اللي احنا شفناه في الصوره اللي فاتت اللي هي الصوره دي. احنا هنا شايفين ضربات فرشه واضحه، شايفين الوان متجاوره، شايفين تداخل، شايفين حتى سيكنس، شايفين ملمس كده خشن شويه. كل الحاجات دي مع بعضها بتعمل موضوع الاوبتيكال ميكسنج، وبتعمل كمان نوع من الظلال، يعني اللون لما بيبقى ليه سمك كده بيدي ظل اضافي كمان غير الظل، يعني غير الظل اللي بيتم عمله باللون. فكل الحاجات دي مع بعض عملت الايه، موضوع التاثير او الانطباع ده. ينصح دايما ان اعمال التاثيرين تتشاف من بعيد عشان يحصل الاوبتيكال ميكسنج، بس ممكن نراوح بين القرب والبعد عشان ايه، نشوف كل التفاصيل دي. كانوا بيعتمدوا كمان على بعض الالوان الدرجات اللونيه المعينه، ودي دايره اللون كما يدرسها الاكاديميين، فهم كانوا بيستخدموا بقى الالوان المتقابله في دايره اللون. هو ترتيب الالوان الاساسيه عندنا اهو الازرق والاحمر والاصفر، وبينهم درجات الاخضر، وبينهم بين الاصفر والاحمر درجات الاورنج، وبين الاحمر والازرق درجات البيربل او الدرجات البنفسجي. فاللي بيحصل ان هو لما بيحط درجات متجاوره من الالوان المقابله لبعضها في دايره اللون بيحصل التاثير ده بشكل معين. كمان مع استخدامه لفرش شعرها يكون خشن قدر الامكان، وان هو يطبق الالوان فوق بعضها قبل ما اللون ينشف تماما. يعني الاكاديميين كانوا بيعملوا ان هم يحطوا طبقات اللون فوق بعض، بس بعد ما كل طبقه تنشف تماما يحطوا طبقه رقيقه من اللون، وهكذا يقعد يبني اللوحه بالشكل ده. ويلمعها بعد كده يعمل عليها ورنيش او حاجات معينه، فنلاقي عشان كده اللوح بتاعت عصر النهضه والباروك والكلام ده بتلمع وناعمه جدا وما فيهاش الايدجز. كان بالنسبه لهم عيب جدا ان الاوت لاين ان هو يبان، او اي حروف او اي يعني خط كده واضح صريح ان هو يبان، ده ما كانش حاجه ايه لا تعبر يعني عن الحرفه والمهاره يعني. التأثيرين عملوا عكس ده تماما. هو بقى الشكل بالنسبه لهم ما بقاش كده كانه فراجمنتد او كانه متكسر او متشوه بشكل ما. سافوه تشوه في الاول، بس بعد كده شاف ان هو ده نوع من التقنيه المتقدمه جدا. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي ساعدت في ان التأثيريين بقى ليهم صوره، بقى ليهم كده يعني بصمه بصريه معينه في الشغل بتاعهم. ده شكل البراش ستروكس لما تبقى صغيره وتبقى جنب بعضها مع طبقات اللون اللي مش الغير جاف يعني 100% بيدي التاثيرات اللي بالشكل ده. طيب لوحه كمان كلوب مونيه هتورينا التاثيرات دي كمان بشكل اوضح. هنا اللوحه دي اوضح شويه كمان، زي ما مر كده بين حديقه. كان دايما مولع ان هو يصور الاماكن المفتوحه وتاثيرات الضوء على والملامس الخشنه، فكان دايما ايه ده بيديله مساحه ان هو يعبر عن الضوء في المكان المفتوح. حاجه كمان ان هم كانوا بيعتمدوا على نظريه تفتيت الضوء الابيض في المنشور، كانت نظريه فيزيائيه ان هو الضوء الابيض العادي لما بيمر في منشور بيتحول الاطياف السبعه. فهو كان بالنسبه له ده نوع من الخداع ان انا ارسم الحاجه وهي اصلا في الاساس هي اطياف سبعه، اطياف الالوان السبعه. فهو بقى بيستخدم الالوان السبعه بتاعت الطيف قوس قزح دي ان هو بقت هي دي الباليته بتاعته، وبقى بيحاول ان هو يشوف غير المرئي، فيشوف ما وراء الحاجه. فهو شايف ان دي درجه اعلى من الاكاديميا، او ان هو يحاول ان هو ينقل الحاجه بحذافيرها زي ما هو شايف. استطراد كده يعني طفيف وسريع جدا. في مصر في اوائل القرن العشرين كان بدات
يبقى في اجيال تتخرج من مدرسه الفنون الجميله، وقتها كانت مدرسه الفنون الجميله. وكانوا طبعا المنتسبين ليها في الغالب كانوا من طبقه عليا في المجتمع، فكانوا بيسافروا بيروحوا باريس، كانوا مطلعين على المدارس الفنيه الرائجه الموجوده، ويعني بشكل ما كانوا مطلعين على شكل الحركه الفنيه. فده نوع من بعض التقنيات التأثيرية. فدي لوحة لمحمد ناجي رسم فيها حديقة أنطونيادس، اللوحة في حوالي 1917 تاريخها. هنلاقي فيها بعض التقنيات التأثيرية، ولقيت كمان فيها المنظور هنا شبه يعني بشكل كبير للوحة بتاعت مونيه. فهنلاقي مثلا طبعا للاسف الجوده بتاعت اللوحه ما كانتش افضل حاجه، بس هنلاقي هنا في الارض باين في الظلال تداخل الالوان اللي احنا اتكلمنا عليها، درجات الازرق الفاتح والتركواز ودرجات البينك والكلام ده كله، وبرده فوق هنا. ففي نوع من الاستفاده بده، وكان في نوع من الاطلاع على المنجز يعني الفني اللي كان موجود في اوروبا وقتها. طيب خلصنا الجزء التقني، هنتكلم بقى في بعض الافكار الخاصه بالتاثيريين. اللوحه اللي معانا دي لفنانه مش فنانه ماريكا سعد. في يعني بقاله من فتره طويله يعني في نوع من التوجه لقراءه تاريخ الفن من منظور نسوي او من منظور الفيمينيزم. فماريكا سعد كان احد بطلات هذا الموضوع وهذه الطريقه في قراءه تاريخ الفن. ماريكا سعد شاركت مع التأثيرين من الأول خالص في الفكرة بتاعتهم في الخروج على النمط الأكاديمي، وهي كان ليها كمان استثناء تاني أو يعني خصوصية تانية إضافة إلى يعني المشكلة اللي كانت مع زمايلها التأثيريين مع الأكاديمية. غير الأكاديمية رفضت الأسلوب بتاع التأثيريين، فهي كانت بترفض كمان انتساب النساء ليه أو دخول النساء للدراسة الأكاديمية لأسباب كتيرة جدا. طبعا بيلصقوا بيهم ما شاءوا من نقائص من عدم قدرتهم على استيعاب المناهج الأكاديمية الرصينة، أو إن هو دراسة الموديل دي ممكن تؤدي لإفساد عقولهم أو كذا. فده كان بيتقال فعلا. فماريكا سعد كان التأثيرية كانت نوع من المنفذ الجديد إن الفنانات ياخدوا مساحة للتواجد بشكل وإن كان بشكل غير رسمي أو كان بشكل موازي للشكل الأكاديمي. بس حضور الصوت النسوي او الصوت النسائي، خلينا نقول ان هو الموضوع كان في ابسط صوره ومن غير اي ايديولوجيات او كلام كبير. صوت امراه في مدرسه فنيه ده خلاها تشوف الامور بعين مختلفه، تلقي الضوء على بعض الموضوعات اللي ممكن ما كانتش ليها حضور كبير جدا في الفن وقتها. معالجاتها الفنيه وقد ايه كانت تاثيريه، يعني كانت مناسبه جدا للاسلوب ده. فهي كست مثلا لو هما بيدعوا ان هي يعني لن تستطيع ان هي تستوعب المعايير الاكاديميه، فهي بشكل ما عرفت ان هي يعني تعبر عن نفسها وفق نسق اخر اكثر تناسبا معاه. وبعد كده يعني التاثيريه طبعا بقت هي الترند، وبقت هي الشيء اللي بيتم الاقبال عليه، ولحد دلوقتي اعمال التاثيرين بتتباع بمبالغ يعني هائله. فدي نقطة ممكن يعني تفتح وراها مباحث كتيرة يعني. ايه القصة بقى اللي معانا بعد كده في الانطباعية هي ايه؟ طيب هي القصة كلها تتلخص في هذا الجزء. في الوقت ده كان في ترند او يعني زي موجة كده جائحة وكبيرة وهادرة للانفعال وتقدير او يعني الإقبال على الفنون اليابانية. طيب ده حصل ازاي وايه اللي ودى الناس دي لليابان وعرفوا ده ازاي؟ ده من خلال ان هو في اليابان وقتها واكب فتره من الانفتاح. اليابان غالبا زي يعني ما هو معروف عنها ان هي كانت غالبا تبقى منغلقه على نفسها ثقافيا، منغلقه على نفسها تجاريا. بس في الفتره دي من القرن ال19 بدات اليابان تنفتح وتصدر وتستورد وتستقبل يعني نوع من الثقافات الجديده. فده حصل نوع من المثاقفه والتبادل الثقافي، وبدات المنتجات بتيجي من اليابان وتروح باريس في وقتها، اللي هي كانت حاجات غرائبيه وجميل، ويعني كانت تعبر كمان يعني غير ان هي غرائبيه وجديده واكزوتيك والكلام ده كله، لكن كمان كانت تعبر عن النخبويه او الانتماء لطبقه معينه قادره على دفع تكاليف هذا النوع من الرفاهيات.
فنلاقي مثلا بقى في اقتناء مراوح اليد، شراء الكيمونو والنسجيات والمشغولات والصيني. حتى ده الانفتاح ده طال كمان الصين والشرق، يعني في وقت ما كان في تجاره مع العثمانيين وكان في تجاره مفتوحه مع الصين، فبدات كل المنتجات دي والثقافات دي تدخل بثقافتها، مش بس المنتجات، يعني المنتجات دي بتبقى حامله لثقافه معينه وتبدا ان هي تنتشر بشكل كبير جدا في اليابان، في فرنسا وفي اوروبا. بقت كده زي موجه كبيره اجتاحت اوروبا في هذا الوقت. في نقطة مهمة إن هو كان في اتجاهين في التعامل مع هذه الثقافة الجديدة من منظور الفن التشكيلي، في لدرجة إن هي ناقد فني سماها الجابونيزم، أو يعني إيه، نوع من التماحك كده أو مع الثقافة اليابانية. التماحك ده حضر بشكلين. اول شكل ان هو مجرد بس استلهام او ادماج هذه العناصر على انها عناصر غرائبيه وحاجات يعني فيجوال بليزنج، يعني حتى شكلها جميل، ان هي لو واحده مثلا موديل لابسه كيمونو فاكيد دي هتبقى حاجه لطيفه وشكلها تستدعي ان هي تتوثق في لوحه فنيه. او اتجاه تاني هنتكلم عنه لما نتكلم عن البوست امبريشنزم او ما بعد التاثيريه في المرحله اللاحقه بعد كده، اللي هو استلهام بقى بعض العناصر الفنيه والمعايير والتقنيات والمنظور والافكار والكلام ده كله، وده هيبان فيما بعد التاثيريه. طيب نقطة مهمة كمان لو لاحظنا في الأعمال المعروضة في المتحف، فكان هنلاقي إن هي دايما بتحيطها إطارات عريضة وعليها زخارف، كأنها زخارف نباتية أو زخارف عضوية كده فيها خطوط منحنية كتير. فهل يعني مش عارفة هل فكرنا مثلا مدى ان هي لايقه قد ايه على اللوحات، او هي فعلا بتكومبلمنت اللوحه او بتاثر عليها بشكل ما، ولا الاحسن ان هي يبقى برواز ابسط من كده. بس انا اكتشفت مع البحث ان دي طلعت حيله من المسوقين علشان يضفوا على الاعمال التاثيريه وقتها نوع من الفخامه، خاصة إن كانوا بيعتمدوا في البراويز على طرز معينة من عصر الروكوكو اللي هو الويكاندز أو كذا، فكانوا بيضفوا على الأعمال نوع من الفخامة الزائدة لتشجيع الناس إن هم يقتنوها. فيبدو ان هو التاثيريه كانت ترند وكل حاجه، والناس بدات ان هي تقبل على الاقتناء، بس محتاجين برضو ايه زقه كده نقول لا دي حاجه فخمه يعني وتستحق الاقتناء. فكان في ورش بتصنع البراويز من هذا الطراز، وبتتعمل بحرفه معينه، والحفر على الخشب ومراحل بقى من الطلاء ومراحل من تثبيت الهيكله كانت مذهبه. فكل ده كان بعد في الاخر ما تثبت على اللوحه بتديها كده قيمه عاليه جدا. فدي كانت حيله من الديلرز او المسوقين ان هم يضفوا على التاثيريه نوع كمان من القيمه. طيب اختصارا كده التاثيريه هي اكيد ما طلعتش من فراغ، سبقها يعني نوع يعني تطورات كتير في مدارس مختلفه. طبعا احنا ما ذكرناش ده يعني لان هو بدا العرض من التاثيريين على طول، بس الرومانسيه كانت مصدر الهام كبير جدا جدا للتاثيريين، ولو على مستوى اختيار الموضوعات وطريقه تناولها. الواقعيه زي ما قلنا كانت بدايه حتى كتير جدا من التاثيريين بداوا كواقعيين، فنانين واقعيين. كذلك مدرسه فنيه مهمه اسمها مدرسه الباربيزون، كانت بتعتمد فكره برضو الخروج للطبيعه والرسم. فكل الحاجات دي مع بعضها نقدر نقول ان هي مهدت بشكل ما لخروج التاثيريه بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. الى جانب طبعا امور كمان تقنيه بسيطه، بس ما نقدرش ان احنا نغفل عنها. زي مثلا بقى في انابيب الوان، بقى في حامل اللوحات. هو كانوا بيشتغلوا على لوحات نسبيا حجمها مش كبير، صغيره قابله للحمل والترحال والتجول بيها وكذا. فكان محتاج ان هو لما يقعد في مكان يقدر ان هو يطلع الالوان ويشتغل، فده محتاج اللي هو بوكس معين. يعني حتى كان في زي اعلانات موثقه من الفتره دي بتعلن عن هذه الادوات، عشان بقى في نوع من الاقبال على الرسم الخلوي بين الفنانين. فبقى في عندهم انابيب الوان، في عندهم صناديق للعده بتاعتهم يقدروا ان هم ياخدوها ويتحركوا بيها بشكل ما. فالحاجات دي كلها برضو ساهمت في ان ايه الاتجاه التاثيري يبقى شيء محتفى به يعني، ويسهل ان هو ينتشر بين الفنانين. في برضو نقطه معينه في التقنيه وطريقه التعامل مع اللون، ان هو في اعمال مونيه اللي احنا شفناها هو بيبعد تماما عن فكره تكوين اللون الرمادي او الرصاصي او الاسود بكل درجاته. بس في اعمال تانية كتير هنلاقي ان الاسود داخل وليه حضور، خاصه الناس يعني كان
في كده لبس متكرر ليهم، اللون الاسود كان داخل فيه بشكل كبير. ففي الاثنين يعني دايما هنلاقي جوه كل اتجاه في فرايتيز، في تنوعات كتيره، مش لازم نبقى بالشكل المدرسي ان هو احنا رصينا خلاص المعايير لازم تطبق على كل الناس، لا ده في فرايتي كبيره جدا جدا جوه كل اتجاه فني قد تقبل حتى الشيء ونقيضه في نفس الوقت. ختاما، التأثيرية كانت بتهتم بفكرة كيف ترى، وليس بما ترى كما هو كما تصوره لك عينك، لا ده أنا عايزة أشوف ما وراء اللي العين بتخيل لي إن هو موجود. ودي فكرة مهمة جدا جدا عشان هتفتح سكة كبيرة جدا جدا لفنون القرن العشرين بعد كده، للاهتمام بالاشتغال على الأشكال والاشتغال على الصورة بشكل كبير. ما بقاش في يعني خليني النقطة دي نتكلم فيها بعد كده قدام، ازاي الشكل كان حاضر والتعامل معاه بكل اشكال التفكيك والفكفكه والتجريد هتحصل باشكال متتابعه ويعني بايقاع سريع جدا. فخلينا نكمل بعد كده ما بعد الانطباعيه. طيب ندخل ما بعد الانطباعيه اللي هي البوست امبريشنزم، ويعني بيسميه عراب الحداثه اللي هو بول سيزان. بول سيزان كان متميز بكذا شيء. اول حاجه طبعا هو بداوا ان هم يستفيدوا من الخطوه الكبيره اللي التاثيريين يعني فتحوها قدامهم، ان هم يبداوا يعني يشوفوا طرق تانية لمعالجه الاشكال غير الطرق الاكاديميه المعهوده والمالوفه واللي بتدرس في الاكاديميات. فبدا عندنا نوع من التحرر من هذه القيود، وحصل كمان نوع من الاحتفاء بمواضيع فنيه ممكن ما كناش بنشوفها كتير قوي سابقا. يعني بول سيزان اشتهر بان هو بدا يرجع تاني يرسم ستيل لايف او اللي هي الطبيعه الصامته، اللي هي عناصر مرصوصه بشكل معين بتثبت عليها اضاءه بشكل معين، يبدا ان هو يرسمها. هو المفروض نوع من الموضوعات الكلاسيكيه يعني اللي الفنانين اثناء الدراسه الاكاديميه بيتطرقوا ليها يعني، بس يبدو ان هو كان مهجور لفتره ما، وسيزان عرف بيه ان هو بيشتغل عليه بشكل كبير. يمكن مش باين قوي هنا، بس هنلاحظ ان هو سيزان بدا ان هو يمارس نوع من التفكيك في الشكل. هو المنظر مش يعني المنظر الحقيقي احنا شايفين طيات وشايفين طبيعه صامته، شايفين ده تقريبا تفاح، دي زجاجات وكذا، وعارفين شايفين الملامس، بس هو مارس نوع من الاضافه من عنده والتكسير في الشكل ما كانش موجود بشكل واضح قبل كده. فدي هنلاقي ده كأنه كده ايه منطقة وسيطة بين التأثيرية والاستفادة من ما التراكمية بتاعت التأثيرية، وبين بعد كده ما نتفرج على أعمال ما بعد الانطباعيين غير بول سيزان تاني. طيب بول جوجان. جوجان برضو يعني وانا بشوف دايما السرد بتاع العرض يعني بحاول احط نفسي مكان حد متلقي عادي او متذوق حتى للفنون، بس ممكن ما يكونش عنده تصور عن سيره كل الفنانين او كل الاعمال بتاعتهم. فدايما لما بيحصل الحاح على مراحل فنيه معينه ممكن ده نوع يعني يرسم صوره غير صحيحه او غير مطابقه للواقع او للصواب عن الفنان. بس انا شفت في لوحه جوجان دي، رغم ان هي المرحله دي من اشهر المراحل عنده، اللي هو لما بعد ما ساب فرنسا وزهق من المدنيه تقريبا زي ما هو كان مكتوب، حب ان هو يطلع لمنطقه تانية جديده فيها نوع من الالهام، فيها الطبيعه لسه بكر ولسه فيها مشاهد جديده، فيها شيء مثير للاهتمام. فكان اهتمامه ده وصله ل جزر تاهيتي. طبعا هي كانت وقتها كانت مستعمره فرنسيه، فميك سنس يعني ان هو يروح لمكان هو عارف ان هو يعني ايه في ليه شبه علاقه بيه. جوجان ما كانش الوحيد اللي حب او ذهب في باله ان هو يستقي يعني نوع جديد من الالهام خارج اطار الحضاره الاوروبيه والشكل التراتبيه الرسميه الاكاديميه للفنون والكلام ده كله. كذا حد بعد جوجان هنلاقي ان هو بدأ ان هو ينظر لثقافات تانية ومصادر تانية جديدة للإلهام بعد ما بدأ أفكاره تتغير عن التوجه الأكاديمي. يعني هو بمجرد ما كسر فكرة ان هو انا عايز اعمل حاجة تانية مختلفة عن الأكاديمية والتكرار والتراتبية والكلام ده كله، لا ده انا عايز اعمل حاجة جديدة، فبدأ يبص على مصادر إلهام مختلفة خالص من ثقافات تانية وأماكن تانية جديدة. فكان توجه لجزر تاهيتي. هنلاقي بعد كده قدام بيكاسو هيبقى ليه توجه اكتر للثقافه الافريقيه.
طيب هنا جوجان عمل ايه تاني مختلف، يعني ايه الخطوه الجديده اللي اضافها عن التاثيريه خلته في منطقه ما بعد الانطباعيه. هنلاقي نبدا نشوف مساحات لونيه اوسع شويه، والالوان غير معهوده، الوان اكثر صراحه. بيحاول شويه ان هو يمزج بين التداخلات وان هو يعمل الفورم ويعمل الشكل، الظل والنور والكلام ده كله. بس هنلاقي فيه دخول لمساحات كبيره لونيه ساطعه، الالوان محطوطه بشكل وسطوع لوني قوي. غريبه شويه، ما نقدرش ان احنا نفسر بالظبط ايه طبيعه او ايه ملمس او ايه اصل الشيء ده في الطبيعه. بس هو بيبقى فيه حضور كده فانتازي للطبيعه في الاعمال بتاعته، خاصه في المنطقه بتاعه تاهيتي، ومنطقه اللي هي حاجه جديده جدا جدا بصريا حتى على الناس بشكل جذاب. فيمكن ده كمان الهمه من الطبيعه الخصبه والاصيله ده، ان هي خلته ان هو يبدا ان هو يطلع الانطباع ده. نقطة مهمة في المرحلة دي عند جوجان، إن هو وقع شوية في مشكلة في طريقة تناوله للموضوعات. طبعا أكيد كلنا نعرف المستشرقين وفكرة الاستشراق والكولونيالية، وإزاي إن هي بتوبجكتيفاي أو بتعمل اركيتايبنج أو قوالب نمطية عن العلاقة بين المستعمر والمستعمر والكلام ده كله. فيبدو ان جوجان ما فلتش من هذه الاشكاليه وهذه المشكله. ففي كتير جدا من اعماله اللي في المنطقه دي صور خصوصا النساء، دايما بيبقى هم في اشكاليه كبيره جدا حوالين طريقه تصويرهم من منظور كولونيالي او منظور استعماري او استشراقي. فيبدو الموضوع ده ما كانش خاص بس بالمنطقه العربيه او شمال افريقيا او في الشعوب الاسلاميه او كذا، لا دي نظره استعماريه شامله لكل الثقافات وكل ابعادها. فممكن ينظر مثلا للثقافات البدائيه دي ان هي اكثر حسيه مثلا، او ان هي اكثر يعني ايه بعدا عن الاخلاق المدنيه او كذا. فبيتم الالحاح بقى على ده بشكل متكرر في اعمال كتير جدا لجوجان. ولو قرينا سيرته في المنطقه دي هنلاقي فعلا ان هو يبدو ان هو يعني بشكل ما مسه نوع من هذه القناعات، يعني هو كان بيعبر عنها عن قناعه يعني. فدي كانت قصة جوجان في منطقة تاهيتي. ونلاحظ بقى من اللحظة دي هنبدأ نشوف ألوان بقى بشكل أكثر سطوعا وأكثر حضورا، وهنبعد بقى عن كل مدى هنلاقينا بنبعد عن الصورة الذهنية المعروفة المحفوظة عن الأماكن كما هي موجودة في الطبيعة. فان جوخ. طيب فان جوخ من أكثر الفنانين طبعا شهرة، وتقريبا اي حد حتى بعيد عن سياق التذوق الفنون التشكيليه او الاعجاب باللوحات الفنيه او كذا، هنلاقيه عدى عليه بشكل ما اسم فان جوخ. فان جوخ في المرحله دي تحديدا كان ما بعد انطباعي، وليه انتاج قبل كده برضو في مرحله الواقعيه. فهنلاقي سيره الفنانين طويله وتحتمل ان هو كان فيه مراحل كتيره، وكل مرحله بتسلم لمرحله تانية وفق تراتبيه منطقيه كده. فان جوخ صور مشاهد الحقول في هو كان مقيم في هولندا، فكان في مساحات مفتوحه كتيره جدا، وكان اعجابه بالمشاهد دي ان هو سجلها باشكال مختلفه في لوحات عديده. فان جوخ اشتهر جدا جدا بضربات الفرشه بتاعته ودرجات الالوان اللي كان بيستخدمها بشكل متكرر. فان جوخ كمان كان في نقطة اللي كنا أشرنا ليها قبل كده لما كنا بنتكلم عن تأثر المدرسة التأثيرية أو الانطباعية اللي هي ظاهرة الجابونيزم. فان جوخ حاجة تانية بقى، ارتبط بيه مصطلح تاني اللي هو جابونيزري. ده مصطلح تركيبيا ممكن يكون شبه اللي فات، بس دلالته مختلفة. دلالته مختلفة في إن هو كان بيستعير تقنيات الفنون اليابانية، ده من خلال اطلاعه على مجموعة من الأعمال الفنية اللي كانت منتجة في اليابان. استطراد قصير. اليابان في الوقت ده مرت برضو مرحلة أظن إن هي شبه اللي كانت باريس مرت فيها في مرحلة معينة. مع التجارة ومع الانفتاح بقى في طبقة جديدة من الشعب، كانت طبقة المستفيدين من هذا الإثراء والتجارة يعني صعدوا اجتماعيا بشكل واضح. بقى في طبقة كاملة صعدت اجتماعيا بالشكل ده. الطبقة الاجتماعية مجرد تصعد ان هي معاها فلوس، فتبدا فرص وحاجات جديده تفتح وتتاح ليهم ما كانتش موجوده قبل كده.
زي مثلا الانترتينمنت الوسائل الترفيه بكل اشكالها، من مسرح وعروض اللي هي الكابوكي والعروض بتاعت فتيات الجيشه ومصارعات السومو، كل الحاجات اللي احنا ممكن نسمع عنها دي كانت نوع من الانترتينمنت او الانشطه الترفيهيه الموجهه لهذه الطبقه واللي بتستهلكها بشكل كثيف جدا، ومن ضمنها كمان اللوحات الفنيه او الاعمال الفنيه. في اليابان ما كانش مشهور عندهم البينتنج، الاويل بينتنج اللي هو كان موجود في اوروبا في الوقت ده، كانوا بيعملوا حاجه بالوود بلوكس زي كده نوع من الطباعه من خلال القوالب الخشبيه، بس كانت في منتهى الدقه كما هو معروف طبعا عن اليابانيين وروعه ادائهم في الامور التقنيه، فكانت بتطلع لوحات بديعه. اللوحات دي كانت موضوعاتها غالبا بتصور الامور المشاهد الترفيهيه اللي كانت موجوده في اليابان في هذا الوقت. اظن شبه جدا جدا ما بعد التاثيريه هنشوف قدام، يعني هو حتى عرض في الجوله بتاعته في الفيديو حد مثلا زي كلود لوتريك، ان هو كان بيصور مشاهد الحياه الليليه في باريس او المسرح او العروض، دوجا مثلا ورسمه الباليريناز والعروض الفنيه اللي كانوا بيعملوها بالزي بتاعهم، فشيء مشابه لده كان بيحصل في اليابان وقتها. فاللي حصل ان هو الاعمال الفنيه دي من كتر ما هي كانت على درجه عاليه من الجوده والجمال والزهاء اللوني والكلام ده كله، فكانت بتباع بكميات كبيره جدا، ومن ضمنها بدات كمان دخلت في ايه حركه التجاره اللي حصلت ناحيه اوروبا ووصلت لباريس في الوقت ده، فمثلت مصدر الهام لفنانين كتير جدا جدا في الوقت ده في باريس، من ضمنهم فان جوخ. طيب ايه شكل الالهام اللي فان جوخ تحصل عليه من الفنون اليابانيه؟ لو شفنا شكل ضربات الفرشه اللي موجوده في السماء، خصوصا شكل رسوم السحاب كده كانها لولبيه، يعني فيها كده تكتلات دوامات، يعني الشكل ده او المعالجه دي استمرت بشكل كبير جدا عند فان جوخ. طبعا اشهرهم اللي هو الستاري نايتس، اللوحه الشهيره جدا 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 بتاعت فان جوخ، يعني لدرجه ان يعني ما ينفعش حتى احطها من كتر ما اظن ان هي مشهوره وعدت علينا بشكل كبير. شكل السحب بالشكل ده كان مستعار من الثقافه الإسلامية خصوصا، وموجود انتقل كمان للمخطوطات الإسلامية اللي كانت بتنتج في العصر في الفترة الصفوية. يعني كان المعايير عندهم بينتهجوا بالمعايير الآسيوية نظرا للتقارب الجغرافي، فكان شكل السحاب اللي هو بالشكل الدوامات دي كان متكرر بشكل كبير جدا جدا على نطاق واسع في المخطوطات الإسلامية في العصر الصفوي، وكمان واللي هو اصلا مستعار من الفنون الصينية واليابانية والكلام ده. فهو فان جوخ هنلاقيه استعار الشكل ده، وبدا ان هو يعمله في السحاب عنده في كذا عمل مش في عمل واحد. وده غير طبعا ان هو كان بيعمل كوبي او ريبليكا تقريبا لاعمال من الوود كاتس، من وود بلوكس بتاعت اليابانيين، الصور اللي هي كانت وصلته. انا جايبه منها نماذج كتير بس عشان بس نلحق ان احنا نستعرض كده من كل مدرسه يعني نموذج ونعرف نتكلم عنه. بس فان جوخ كان يعني حاله خاصه جدا في موضوع الافتتان بالفن الياباني ومحاوله ان هو يفهمه من خلال الممارسه، من خلال ان هو ينفذ ريبليكاز او نسخ من الفن الياباني. قصه تانية قصه الاستشراق. يبدو ان المجموعه بتاعت الاستشراق في الجامعه مش كبيره، يعني هو بس عملين ثلاثه. انا حاولت ادور اذا كان في نماذج تانية موجوده في الناشونال جاليري للمستشرقين، يعني ما لقيت الموضوع ان هو يبدو ان هو بس مش نماذج كتير. بس حضوره هنا بسبب حضور رينوار. رينوار برضو احد الفنانين التاثيريين، و اظن هو عمل رحله للجزائر شمال افريقيا عشان كانت برضو مستعمره فرنسيه. يعني شوفوا ازاي الكولونياليه والاستعمار ده فتح نوع من المثاقفه، وان كان بعد كده النتاج بتاعها يعني بنتكلم بقى في نقد كبير على مدى مطابقه هذا، يعني ازاي ان هو بينقل الصوره بتاعه الشعوب المستعمره دي بشكل مطابق للواقع او شكل صحيح ولا شكل مضلل. العنوان بتاع اللوحه اوداليسك ده من العناوين اللي اتكررت بشكل كبير جدا، طبعا من اشهر اللي عملوها مثلا حد زي انجر. فكره يعني احنا اول ما نشوفها على طول بشكل ما هنقول ان ده في مكان ما بره السياق الاوروبي. نعرف ده منين؟ من الملابس بشكل كبير بتشي
ممكن مثلا غطاء الرأس، شكل القبعة أو القلنسوة، شكل الإكسسوارات، والحالة العامة بتاعة اللوحة. في المخيلة الغربية فكرة إن النساء الشرقيات يعني متركزين في فكرة المحظيات، المنظورات يعني للمتعة، وان هم دايما في حاله استرخاء وفي حاله يعني مزاجهم بيسمح بذلك طول الوقت، ويعني في فضاء كمان حميمي، وفضاء داخلي غالبا، يعني هو مش اوت دور، دايما بيبقى اوت اندور، وفي اماكن فيها درجه من الخصوصيه. فده بيطرح برضو سؤال مهم، هو هل الفنان فعلا شاف ده في الحقيقه؟ هل يعني كان ليه accessibility لهذه الاماكن؟ فده سؤال مهم، يعني حتى لو بشكل ما حد حظى بهذه التجربه، ففي الغالب ان الموضوع مش هيبقى مفتوح بهذه الدرجه، فده يدينا انطباع ان في لا في احتمال ده نوع من المخيال، ده عمل مخيال الفنان، ولا ده نوع من نقل الواقع يعني. فقصة الاستشراق لا تنتهي طبعا، والكتابات الأدبية والنقد الثقافي فيها كبير جدا جدا، وأظن قراءته على يعني في ظل الأعمال هيبقى يعني هيعمل نوع من التكاملية في فهم هذه الظاهرة يعني. طيب كده احنا خلصنا تقريبا المبنى الغربي أو الويست بيلدينج، وهنمشي في هذا الممر اللي هيوصلنا للمبنى الشرقي. واحنا ماشيين في الممر ده هنلاقي في كده زي ايه يعني اضاءه بشكل خاص جدا. الاضاءه دي مش مجرد اضاءه عاديه، لا ده يعتبر نوع عمل فني او انستوليشن، بيسموه في نوع من النيو ميديا او الوسائط الفنيه الجديده، اللي هو بيبقى تجهيز في الفراغ. يعني هو بيبقى الفنان بيبقى عنده نوع فضاء كده مفتوح قدامه، ويبدا ان هو يعيد يعني ايه تهيئه هذا الفضاء بشكل معين باي نوع من الخامات او الوسائل او الوسائط اللي هو يشوف ان هي ايه يعني حابب ان هو يعبر بيها عن الفكره بتاعته. طيب بعد ما ندخل على الويست بيلدينج او القاعه الثانيه، في فضاء كده واسع فيه اعمال نحتيه كثيره، اشهرهم وبرضه يعتبر يبدو ان هو نوع من الفخر يعني بالنسبه للمتحف. دايما في التوصيفات بتاعه المتحف اول حاجه احنا عندنا ايه؟ اعمال الكسندر كالدر، اللي هي المنحوتات اللي موجوده متعلقه في السقف دي. هي المفروض ان هي مجموعه اسمها موبايلز، مجموعه اعمال نحتيه يعني هي بتتحرك حركه خفيفه جدا، محتاجين ان احنا نشوف فيديو ليها عشان نفهم بالظبط هي بتشتغل ازاي. هو عمل سيريز كامله من ده، جزء منها طبعا تم اقتناؤه في الناشونال جاليري. هنلاحظ هنا كمان بقى تداخلات الاضاءه مع الساحه المفتوحه دي، واختيار بقى الاعمال الفنيه في الفضاء في المكان اللي موجود تحت، مع تدخلات الانتيريور جاردنز او الحدائق الداخليه، ورسم الظلال مع الاضاءات. يعني كل ده يعني، والاضاءات يعني حتى التقسيمه نفسها بتاعت الاضاءه، النوافذ المثلثه دي مع الاشكال المثلثه بتاعت المنحوته، والاشكال الهندسيه برضو اللي تحت، فازاي عامله تناغم خطير جدا جدا مع بعضها. هو مر مرور سريع من هذه المنطقة، فأنا ماشية مع إيقاع الفيديو بشكل كبير يعني. أول ما بدأ يدخل على المكان بتاع المودرن آرت، تحت اليافطة على طول تحت العنوان، لقيت هذه المفاجأة. لقيت امرأة لابسة لبس فلاحات مصريات أصيل. أنا عارفة كويس قوي المستشرقين، وعارفة إزاي لما الفنانين بيستخدموا نماذج نسائية معينة للاستشراق، يعني I can identify it لما أشوفه على طول. أول ما أشوفه أعرف إن ده مستشرق. غالبا بتبقى الأنماط تركية، عثمانية، شمال أفريقية، فئة الجواري أو كذا، أو فئة المحظيات. لكن إن هو يصور امرأة ملامحها مصرية وملابسها لبس فلاحة مصرية، ويعني ولون البشرة. فأنا قلت لا، يمكن الموضوع مش أنا ما فهمتش صح، فجيت أدور عليه لحد ما وصلت لها، فلقيت اسمها سيدة سيدة في متحف الناشونال جاليري. فقلت لا بقى، أنا لازم أعرف. أنا لما شفتها من بعيد افتكرت إن ده عمل تحية حليم، قعدت أدور تحية حليم نشر يعني حطت حاجة في الناشونال جاليري، حتى اقتنى لها في الناشونال، راحت هناك بشكل ما مفيش. فاكتشفت ان هو فنان تقريبا الماني، بس كان مقيم في باريس، وكان في وسط الزحمه بتاعه الفتره بتاعه التاثيريين والكلام ده. ف يبدو ان هو ما كانش فنان معروف قوي، يعني المعلومات عنه شحيحه بدرجه ما.
فانا سايبه دي كده مفاجاه مفتوحه لحد ما ادور عليها وافهم بالظبط ايه يعني. هو راح مصر، اصل الفلاحه دي مش هتطلع بره مصر غالبا، فهو اكيد راح مصر، ما راحش شمال افريقيا، لا دي مصر. فدي كانت كده علامه استفهام كبيره، كانت مفاجاه لطيفه كمان. طيب نكمل في إرهاق يعني ما بعد التأثيرية. جوستاف كليمت. جوستاف كليمت فنان نمساوي، ليه لوحات شهيرة جدا، كان دايما بيستخدم فيها اللون الذهبي بكثرة، شكل دخل الزخارف بشكل كبير، كان بيعتمد على الزخارف بشكل كبير جدا، كان بيمزج بين الفيجر وبين الكتله دي، فلدرجه ان هو يعني بيضيع كتله الفيجر في وسط هذا الكم الزخرفي، مع تداخل بقى انماط فنيه تانية جديده، في كان نمط الار نوفو. بدانا هو يعني احنا خلاص دخلنا احنا في 1917، فعدينا خلاص القرن ال 19 ودخلنا في القرن ال 20 اللي هتبدا فيه بقى التحولات بشكل اسرع وبشكل اكبر. كليمت كمان اتأثر بالفنون اليابانية، وده كان واضح جدا جدا في أعمال كتيرة ليه. بطل العمل أهو هذا الرأس الصغير اللي في أعلى اللوحة تماما، هو المفروض العمل اسمه كريدل أو اللي هو المهد أو البيبي، الطفل الرضيع، فهو البيبي أهو وكل اللي حواليه ده اللي هو يمكن يعني أكتر من 3/4 العمل هذه الكومة الكبيرة جدا من الحاجات الكتيرة اللي احنا ما بين نسيج أو أغطية أو حاجات، بس اللي باين فيها التباين الكبير الزخرفي بين كل الأنواع الزخرفية المختلفة دي. هنلاحظ برضو لسه في عندنا التأثيرات الواضحة للبراش ستروكس أو ضربات الفرشة، بس بعدنا بقى خلاص عن النظريات التأثيرية والبراش ستروكس الرفيعة الصغيرة. طبعا ده لا يعني التأثيرية انتهت، بس دايما بنختار الأعمال الفنية المفصلية اللي هي بتورينا التحول الطفيف ما بين مرحلة ومرحلة. فمش شرط ان احنا عشان بنتكلم في تحول فالتأثيريين خلاص بطلوا يشتغلوا تأثيري او الواقعيين بطلوا يشتغلوا او الأكاديميين بطلوا يشتغلوا، كل ده بيحصل بالتوازي، بس بيبقى في كده زي ترندز، حاجة تطلع او تبان او تظهر بشكل ما وتبدأ تخفت ويجي الاتجاه اللي بعدها يستفيد منها وهكذا. طيب هنلاقي حاجة زي كده في الوود بلوكس اليابانية، هنلاقي فيها فكرة التكوين الهرمي برضو، هنلاقي فيها فكرة البورتريه والجسم اللي احنا لا نكاد نتبين ملامحه بسبب هذه يعني تكاد تكون خيمة كبيرة جدا من الملابس المنفوخة واللي فيها طرز مختلفة وفيها كم كبير جدا من الزخارف المتداخلة بشكل كبير. كليمت كمان في أعمال تانية ليه كان بيعمل يعني زي ستروكس كده او الاوتلاين بتاع الشخصيات عنده كان بيبقى واضح، والشعر اللي هو بيبقى فيه كونتراست بينه وبين شكل البشره او السكين تون. ف لسه تأثير الفنون اليابانية مستمر معانا لحد دلوقتي. حد بقى مختلف تاني، احنا خرجنا بقى شوية دخلنا في ايه، يصنف احيانا ان هو سريالي، خوان ميرو. خوان ميرو فنان اسباني في الاساس، دي لوحة اسمها المزرعة. هنلاقيه ان هو بيصور شكل الفضاء، بس لو ركزنا فيه هنلاقي المنظور فيه حاجة غريبة، الأرض تحس ان حاجه كانها مقلوبه كده قدامنا او المنظور واقف شويه، بعد كده بنلاقي المنظور بتاع الابنيه من المواجهه وفي جزء يعني مفتوح منه كانه سكشن مقطع كده من المبنى واحنا شايفين ايه اللي جوه. فالتنوع الغريب ده في المنظور، يعني اللوحه الواحده فيها العديد من المناظير، طبعا مع المعالجه والتبسيط للاشياء ان احنا مش شايفين ظلال تقريبا تحت الحاجه كانها طايره كده في الهواء، مروحه كأن الحاجه ايه، كأنها مرصوصه ورا بعضها وفق مناظير مختلفه. انا حاولت ادور خوان ميرو هل هو مثلا طلع على فنون تانية تأثر بيها بالشكل يعني بالشكل ده، بس ما قدرتش اتجاوز فكره ان هو في شبه كبير جدا. انا مش بقول هو عمل ده عن قصد او لا او تأثر او كده، بس في شبه غريب جدا بينه وبين المخطوطات الإسلامية او مخطوطات التصاوير المصاحبه للمخطوطات الإسلامية. ده موضوع كبير جدا جدا ومهم جدا جدا، واظن هو كان ملهم بشكل كبير جدا للفنانين في الوقت ده. التصاوير بتاعت المخطوطات الإسلامية كانت بتخضع لطرق مدرسية مختلفة، وهي قواعد مختلفة عن قواعد الفن الأوروبي أو التصوير الأوروبي.
استخدم فيها، شفنا فيها المنظور اللي انا ذكرته عند اللي هو خوان ميرو عمله في اللوحه دي. منظور ملوش تسميه، ما عرفتش لسه تسميه منهجيه ليه، بس قد ما هو بيجمع بين كذا منظور، هو بيبقى هدفه ان هو يبين كل العناصر بشكل كامل دون اي خدع منظوريه. هو لو التزم بالمنظور الايزومتري او المنظور الاكاديمي، ففي شخصيات هتغطي على شخصيات، في فكره التضاؤل النسبي ان كل ما نرجع لورا هتلاقي الاجسام بتنكمش وبتقل، في الالوان بتقل. فهو الفنان اللي كان بينفذ هذه الاعمال ما كانش عايز ده، كان عايز كل الشخصيات والعناصر تبان بشكل جيد وواضح، فلجأ لخدعه منظوريه ان هو ايه، كانه رفع الارض شويه لفوق، فبدات الحاجه تنكشف بشكل افضل، والطبقات بتاعه الناس ما تغطيش على بعض، او طبقات العناصر في الفور جراوند والباك جراوند، في المقدمه وفي المؤخره، ما تغطيش على بعضها بشكل ما. وكمان شكل الشجره دي، يعني كمان فوجئت ان هو شكل الشجره اللي في النص دي كمان فيها نوع من التشابه شويه مع بتاعه الشجره بتاعه المزرعه بتاعه خوان ميرو. ف وفكره كمان المباني، في تصاوير اسلاميه كتير جدا فيها المباني معموله بالظبط بنفس الشكل ده، هو كانه ديكور مسرح، يعني هو عامل كأن الواجهه دي بس احنا مش حاسين بعمق جوه ان المبنى ده ليه اعماق تانية، لا ده هو جايبه من زاويه معينه بحيث يبان كانه حاجه فلات، كانه لوحه مرسوم على ورقه او على خشبه او على حاجه لو بصينا وراها هنلاقي مفيش حاجه. فكل العناصر دي متحققه بشكل كبير جدا في التصاوير بتاعه اللي كانت بتنفذ في التصاوير دي. كان فيها مدارس كتير جدا من الاندلس لحد الهند، فالموضوع كان كبير ومتكرر بشكل يعني ليه ملامح ما نقدر ان احنا نتكلم عنها يعني. بيكاسو، ما قدرتش صراحه امشي من المتحف وما ما نسلمش على بيكاسو قبل ما نمشي. بيكاسو يعني اصعب شخص ممكن نتكلم عنه واي كلام عنه محاوله حصره في لوحه او في اتجاه فني او في لقطه معينه في حياته، يعني هيبقى نوع من الافتراء عليه. بس خلينا نقول ان هو لو احنا بنتكلم في فكره تطور المدارس الفنيه بشكل يعني يعني منطقي، او يعني ليه وفق منهج او وفق يعني تراتبيه معينه، نقدر نقول ان بيكاسو في اللحظه دي في هذا العمل حقق هذه التراتبيه بشكل واضح، او هذا التطور او هذا المنحى في تطور الاعمال الفنيه بشكل منهجي. التاثيرين بداوا، يعني احنا لو ماشيين في مسيره لتفتيت الشكل والاشتغال على الاشكال بكل الاشكال بكل الطرق الفنيه المختلفه، والتكسير واعاده التركيب واعاده رؤيه الاشياء من مناظير مختلفه، فنقدر نقول ان بيكاسو طبعا عمل طفره كبيره جدا في هذا السياق. بيكاسو طبعا مشهور بالمرحله بتاعت التكعيبيه. هو ما كانش مؤسس ليها، كان سبقه جورج براك. يعني هو في ارث كبير جدا جدا وراه، وهو كان مطلع على الارث ده، بس كان من الشطاره ان هو يحقق فيه خطوه واسعه جدا، فعشان كده هو اللي اشتهر بموضوع ان هو كان رائد في موضوع المدرسه التكعيبيه او الكيوبيزم. طيب ايه فكره التكعيبيه باختصار؟ ان هو بيمزج عدد من المناظير المختلفه لنفس العنصر ويجمعها في لقطه واحده. هو احنا مثلا لو هنرسم بورتريه، احنا بنثبت زاويه منظوريه معينه، اما ان هو من الفيس من الوجه، او بروفيل من الجانب، او تروكار اللي هو 3/4 اللي هو احنا شايفين جزء من الوجه من الناحيه الثانيه بس ايه متحاش كده في المنظور من ورا. التكعيبيه كانت بتعتمد ان هي تجمع كل المناظير في نفس اللقطه التصويريه، فهنلاقي الاشكال كانها مشوهه. هنا كمان هو اضاف على ده ان هو حول الشكل او الفيجر لمساحات لونيه، هشم حتى التشريح بتاعه تقريبا، يعني بالعافيه نكاد نتبين ان هو في راس اهي، دراعات اهي دراع التاني اهو في جيتار هو ماسكه بيعزف عليه، هو قاعد في شكل ايد كرسي، في من ورا شكل الشريط اللي هو بيبقى في الحائط مثلا من وراه او كذا. ف كده عرفنا شويه يعني بنجمعها بالمنطق ووفقا للي بنعرفه عن البني ادم ان هو ليه دراعات وليه راس وليه يعني نوع كده من البازل اللي هو عامله. فبيكاسو كان يعني ده الاشتغال على التكعيبيه، والتكعيبيه حتى جواها اتجاهات ومدارس تانية كتير. فهو كان بيعتمد على ممارسه كده هجينه وخليطه بين كذا حاجه وبعض لحد ما بيوصل للرؤيه بتاعته. اغلب الفنانين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول كلهم مش بس بينتر في الاساس، يعني مش مصورين في الاساس. كل حد فيهم تقريبا كان بيشتغل في ميديانز كتيره جدا، بيسارو، بيكاسو، حتى خوان ميرو، كانوا بيشتغلوا في حاجات كتيره جدا. بس
ساعات الدراسه الاكاديميه بتظلمهم، ان هو مثلا لو هندرس تاريخ فن التصوير فاحنا بندرس البينتينجز بتاعت بيكاسو بس، ندرس البينتينجز بتاعت خوان ميرو. في لو مثلا لو حد دخل قسم حفر او قسم جرافيك فهنلاقيه ان هو بيدرس الحفر والطباعه بتاعت خوان ميرو. بس تجميع كل ده في نفس الوقت، ان احنا نطلع على كل الاعمال الفنيه او كل الوسائط اللي الفنان اشتغل بيها، بيطرح بقى اسئله تانية، ان هو الفنان ده عنده كمان مهاره ان هو يختار الميديم اللي هيشتغل بيه. فده بيديله سعه غير طبيعيه في طريقه تنفيذ اعماله، وبيضيف رؤيه جديده كمان عن ازاي ان احنا بنشوف اعماله دي كانت جايه منين. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن لو درسنا الحاجات بشكل اكاديمي او منهجي، ان هو ايه ده، هو فلان كان بيعمل حاجه تانية غير البينتينج، او بيكاسو ليه نحت، فاللي هو لا ده في ابعاد تانية للموضوع بتتفتح يعني. تقريبا ده كان من اخر الاعمال اللي هو يعني كانت موجوده في الفيديو. المفروض في جزء تاني طبعا في الناشونال جاليري، اللي هو فيه بقى الحاجات المتاخره بقى شويه في القرن العشرين. كان في حاجات لجاكسون بولوك، في حاجات اللي هو بقى التطور بقى المسيره بتاعه التاثيريه اللي بدات من القرن ال 19، وصل لمرحله لا شكلانيه، ان هو اصلا ما بقاش فيه اصلا شكل نهائي الفنان بيحاول ان هو يعبر عنه. نقطة كمان ان هو هنلاقي فيه تركيز كبير جدا في المدارس دي كلها على معالجة الشكل فقط، مفيش اي حاجة تانية تتحكي في الشغل تقريبا، مفهوم او فلسفة او استعارة من ثقافة او من اسطورة يونانية زي مثلا كان بيحصل في الاتجاه الاكاديمي. هنلاقي ان هو اشتغال محض على الشكل بشكل واضح جدا. ممكن يبقى في قصص من نوعيه اللي هو اصل ده الفيجر ده مستلهم من شخصيه فلانيه بيكاسو قابلها في الوقت الفلاني ودار بينهم حوار عامل ازاي، بس ما فيش اي مفهوم او فلسفه ورا العمل غالبا، يعني في اغلب الاعمال ورا ده. في العمل برضو بتاع ذا فارم بتاع خوان ميرو اللي هو مزرعه، برضو كانت نفس الفكره، اللي هو مكان كان بيقعد فيه وفيه نوع من الحنين ولا الارتباط بهذا المكان، فرسمه ورسمه بطريقته بس كده. يعني ما فيش اي مفاهيميه ولا ابعاد ميتافيزيقيه ورا اللي مش عارفه ايه، لا ما فيش الكلام ده. يمكن السرياليه شويه بدات تدخل في ابعاد يعني، بس برضو كانت ابعاد نفسيه، لو هنعتمد اللي هو طريقه اعتمادهم على فكره مدارس التحليل النفسي في علم النفس. بس اتصور ان ده كان سبب بعد كده في نشأة مدرسه مفاهيميه، ان هو مدرسه بقى ترجع تقول لا احنا عايزين المفهوم يرجع تاني يبقى واضح وموجود في العمل الفني ويمثل، ومش مهم الشكل ومش مهم المهاره ومش مهم المعالجه الشكليه. فازاي المدارس الفنيه بتتمرد على بعضها البعض في تاريخيا ووقتيا، والموجات دي كلها بتبدا ان هي تشكل حراك كده وديناميكيه خطيره جدا بين الاعمال وبعضها. هنختم ببيكاسو كعمل فني عشان برضو ما تجاوزش الوقت بتاعي، و هختم كلامي ب بوست لطيف جدا لاستاذي يعني، و يعني احد معلمين اللي قاعدين ليهم بكل يعني تقدير، دكتور ياسر مونجي. كان كتب بوست قبل كده عن فكره المتاحف. ثانيه واحده مش عارفه الصوره مش باينه ايه، هعمل بريزنت تاني. ايه علاقتنا بالمتاحف وايه اللي بيشكل يعني علاقتنا بيها، وايه مشاعرنا تجاه الاعمال الفنيه واللوحات اللي احنا بنشوفها، وبتثير فينا ايه مشاعر من اي نوع. يعني في حاجه مثلا زي سيكولوجيه التلقي للفنون او الكلام ده كله، فبتدرس العلاقه التبادليه دي. وقدرا كانت الصوره اللي ملحقه بالبوست كانت من الناشونال جاليري، فده توافق الصراحه ما بيحصلش كتير. البوست كان في اغسطس 2022، كان عنوان البوست المتاحف وكبح الشهوات المستفزه. عنوان ملغم كده وملغز. طيب بيتكلم فيه، بيقول ان هو في المتاحف ثمة استفزاز لشهوات عده: الرغبه في الاستحواذ والتملك والسطو والاثراء والاستئثار وتخمه المعرفه ووهم الاقتناء اللامحدود. فزائر المتحف يكون في حاله اغراق واغراء بما لا حصر له من الفرائض. الواحد لما بيروح المتحف بيبقى فيه كميه معروضات رهيبه، هو عمال يتنقل ما بينها من غير ما يبقى فيه وقت فراغ، يعني الحاجه معروضه ورا بعضها مسار عرض سريع. بما لا حصر له من الفرائض التي توقظ في اعماقه رغبات محبطه ومكبوته ومؤجله، بل وتحديات توقظ ادراك العجز بسبب استحاله نيل اغلب ما تقع عليه عيناه. في المتحف يكون الزائر
محاطا بل محاصرا بما لا حصر له من القطع التي لا تقدر بثمن، والتي تستدعي بخلاف قيمتها المادية شبكة معقدة من علاقات القيم الدينية والتاريخية والسياسية والحضارية والسحرية والجمالية، وهو في خضم ذلك ممزق بين الإتاحة اللامحدودة والمنع الصارم، إذ يتاح له إشباع متعة النظر لأقصى الحدود وإشباع رغبة الفضول، سواء في النقاش الموجه عن طريق الأدلاء والمرشدين والقيمين المتحفيين، أو النقاش مع غيره من الزوار، أو في أضيق الحدود المونولوج الداخلي اللي هو نقاش الأفكار اللي بتظهر في داخل الإنسان وهو بيتفرج على أي حاجة بتترك ليه انطباعي. ثم يعني في درجة كمان أقل من فكرة الإتاحية، إن هو ممكن يقتني نوع من المستنسخات دي في الجيفت شوب مثلا، أو حاجة المطبوعات والهدايا والكلام ده كله والمواد السمعية والبصرية، وإن كانت إتاحة مدفوعة الثمن، نوع كده من المحاكاة لفكرة إن هو اللوحة دي عجبتني فأنا هشتريها أخدها وأمشي. لا، أنت مش بتشتري اللوحة، أنت بتشتري صورة عن اللوحة أو نموذج عن اللوحة. في المقابل هو مقموع حتى لا يلمس وحتى لا يتجاوز مسافة الأمان المحددة بينه وبين القطعة المتحفية، وفوق ذلك ممنوع قانونا من الإغراء الأعظم بالاستيلاء على المقتنى النفيس والاستئثار به دون غيره. في المتاحف إيقاظ للطفل الأناني القابع في أعماق كل منا، وقمع للص المختبئ في زوايانا الشريرة، وإعادة تأهيل المغامر للمغامر الصريح الذي يوشك أن يمد يديه ويلتقط أسرع من غيره، وكبح مقنن للمدني الصالح المنخرط في نظامنا الاجتماعي المتحضر القانع بالإتاحة التشاركية كشرط من شروط التحضر. وفي الآن نفسه في المتاحف تحريض مقنع للشهوانية الثقافية التي تتغذى دون شبع على نفاسة المنتجات الحضارية في المتاحف، و يعني إيه وهي محاولات، عشان كده في محاولات كثيرة للصوص لمحاولة التدمير وإيذاء يعني هذه المنحوتات والمقتنيات الفنية الفريدة لتعويض اللذة المقموعة عن طريق إلحاق الأذى بالموضوع المشتهى وبأشباههم ممن يعتدون على نجوم الطرب والتمثيل ومشاهير الذين يهيمون بهم حبا. في المتاحف رواية مؤجلة. شكرا جدا. موضوع التفصيل يا حبيبي مش شكرا جزيلا يا نهى على هذه الجولة الرائعة، مش بس الحقيقة في المتحف بتاع واشنطن آرت جاليري، لكن أيضا في تاريخ الفن. يعني أنتي أخذتينا في جولة من اختيارك في الأعمال المعروضة، عملت لنا مسار يعني خاص بيكي، ووقفتينا قدام أعمال معينة وربطتي ما بينها وما بين أعمال أخرى سواء كنا شايفينها أو مش شايفينها. فأنتي مش مجرد كنتي يعني بترشدينا في هذه الجولة الفنية أو بتشرحي لنا، لا أنتي قدمتي منظورك الخاص في تذوق الأعمال وفي شرحها، وكذلك في يعني حطيتيها في علاقات مع أعمال أخرى بتنتمي لاتجاهات يعني مش موجودة في المتحف ده. وطبعا المفاجأة العظيمة بتاعت الفلاحة المصرية اللي انت اكتشفتيها، واللي هي فعلا يعني خارجة عن السياق تماما، فبعيدة كل البعد عن الأعمال الاستشراقية، يعني وكأنها جاية من فعلا من الفن المصري الحديث والمعاصر. فايه اللي جابها هناك دي؟ رايحه سيده رايحه تعمل ايه هناك؟ هننتظر بقى اجابتك على هذا السؤال، يعني ان شاء الله في بحث بقى كده جميل من الابحاث اللي انت بتكتبيها وبتنشريها.
طيب أعتقد إنه ممكن يكون البعض عنده أي أسئلة أو تعليقات أو تعقيبات على العرض اللي احنا شفناه، سواء كان الفيديو أو العرض بتاع نهى حنفي. طيب يمكن أيوه إقبال. نيفين، نيفين. اتفضلي يا نيفين، اتفضلي. أهلا دكتورة أولا نيفين. أهلا أهلا بيكي، أهلا اتفضلي. بيكي دكتورة سلمى، أهلا بيكي وأهلا بأستاذة نهى. حقيقي يعني كانت جولة جميلة جدا ومهدئة للأعصاب. الفيديو الأول 30 دقيقة أو 26 دقيقة كان بالموسيقى بتاعته الموفقة طبعا، اللوحات الجميلة المهدئة للأعصاب، عملت كده نوع من ارتخاء في الأعصاب للواحد، وحس بفرحة جميلة وكأنه رجع لزمن جميل مشتاق له. فحقيقي أولا بشكرك جدا 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 يا سلمى على حسن اختيارك لهذا الموضوع النهاردة. نقلتينا نقلة نوعية من السينما للفن الجميل بصورة تانية. حقيقي انت إنسانة فنانة جميلة جدا، سواء في طريقة عرضك وأسلوبك الجميل والتقديم بتاعك. دايما انت نفسك كده مريحة للأعصاب وانت بتتكلمي وتعرضي. حقيقي مش بس عشان بحبك، بس دي حقيقة لازم تتقال فيكي يعني. وأنا دايما ببقى حريصة إن أنا أحضر معاكي عشان أنا بستفيد وبتعلم منك حقيقي، سواء في أسلوبك في طريقة عرضك. يعني كمان بستريح كده، أنا بحس إن أنت مش بس بتعرضي حاجة جديدة جميلة، لكن أسلوبك نفسه مريح وجميل، كأنه هو نفسه عرض سينمائي لينا. فأولا يعني حابة أشكرك على الموضوع، لأنه فعلا نقلة نوعية جميلة جدا جدا. فكرة جديدة جدا ان انت تدخلينا. صحيح في لوحات كتيرة جدا احنا عارفينها، من كلود مونيه يعني كلود مونيه طبعا احنا كلنا بقى عاشقين له، عارفين الفرشة بتاعته بتبقى عاملة ازاي. ولكن بشكر جدا دكتور نهى ان هي عرفتنا على يعني على أسرار تانية نتعرف بيها على اللوحات دي من رسام للتاني. ما كانتش على طبعا يعني على بالنا خالص، لأن هي طبعا متخصصة أكتر. وكنت أنا وأنا عمالة أشوف الفيديو، هم كانوا بيركزوا بعد كده في الآخر، يعني بعد العرض ده كله ابتدوا يرجعوا تاني للوحات، وكأنهم بيعملوا لنا مقارنة ما بين كل رسام والتاني عشان نشوف الفرشة بتاعته بيقارنوها ببعض ازاي. لأن من يعني كانوا بيركزوا على للقارئ أو للمشاهد، هل أنت دلوقتي عرفت يعني فرشة الرسام ده بالمقارنة بالتاني. غنواغ له أسلوب معين، كلود مونيه له أسلوب معين، فيجاس نفس الشيء. بقوا يركزوا معانا. بقيت انا نفسي بحاول ان انا اقول قبل ما يحط تحت الصورة مين الرسام اللي عملها. فهو الهدف من الفيديو كمان ان هو باسلوب ما يخلي المشاهد يتعرف ويعرف ان هو يميز ما بين اسلوب الفني بتاع كل رسام منهم. وأضافت عليه بقى الأستاذة نهى النهاردة تعريفات وإضافات جديدة جدا مدهشة، خلت الواحد هينتبه ليها ويطلع يعني حقيقي من الورشة دي. أنا حاساها ورشة فعلا، ورشة مش بس زي الورش السينمائية اللي بتعمليها يا سلمى، لكن النهاردة الفن الجميل التشكيلي، الواحد يطلع عنده ثقافة معرفية يفرق ما بين كل رسام والتاني منهم ازاي. فبشكرك جدا وبشكر أستاذة نهى جدا جدا على هذا اللقاء، ونتمنى ان احنا نشوفها دايما في أعمال تانية كتير. شكرا.
شكرا جزيلا يا نيفين والله على حضورك وعلى كلامك المشجع دايما. وأؤكد على أنه الانطباع اللي جالك أن هذه الجولة في المتحف هي جولة مهدئة للأعصاب، لأن ده الانطباع اللي جالي أنا لما شفتها لأول مرة. أنا كنت ساعتها في فترة بمر فيها بظروف عصيبة جدا جدا، وبعدين النص ساعة اللي اتفرجتها دي حسستني بالفعل أني خرجت بره الزمن كده لفترة. وعشان كده حبيت أني أشارك ده مع يعني ناس تانية، بحيث انه يعني الخير يمتد يعني. وطبعا نهى يعني بمعلوماتها الغزيره ودقتها، والجوله اللي هي يعني خدتنا فيها بالطياره ورجعتنا بالطياره تاني يعني اضافت ما الى رجعتهوش، كان في سلايد اخيره للطياره وهي راجعه ما عرضتهاش. شفناه على فكره، انت برضه عرضتيه، رجعنا معاكي ما سبتيناش هناك. اتفضلي يا اماني صالح، طبعا الناقده والصحفيه بجريده الجمهوريه. اتفضلي. اولا اهلا بيكم، وعايزه اشكر نهى على العرض الرائع دوت. والحقيقه يا نهى انت وراكي نفسك، لان احنا هنستنى منك حاجات اكتر في هذا الاتجاه، خاصه ان يعني الروابط ما بين الفن التشكيلي والسينما هي روابط جامده جدا. وحتى وانت بتعرضي او حتى واحنا في اثناء الجوله، يعني في شخصيات من الفنانين مثلا اتعمل عنهم افلام. فاعتقد ان انت لما تحللي حاجه زي كده بالخلفيه التشكيليه اللي عندك، هيبقى التحليل يعني عميق وجديد، وفي اعاده قراءه سينمائيه وتشكيليه معا. فدي يعني اتمنى يكون في بالك فيما بعد ان شاء الله تعمليهن. انا بس كان عندي ملحوظه في الجوله، كنت اتمنى ان الجوله ما تبقاش بالظبط ال 28 دقيقه مده الفيلم، لان انا مثلا كان في لوحات بتستوقفني فببقى عايزه اقف قصادها دقيقه زياده، دقيقتين زياده. كان بيبقى فيه كلام مكتوب ببقى عايزه اقراه بتعمق اكتر او افكر فيه شويه. فكنت اتمنى حتى اضفنا ربع ساعه زياده لاي حد كده يعني بطيء زيي، يقدر ان هو يستمتع اكتر بالجوله وما يفوتوش العرض بتاع نهى، لان هو عرض دسم جدا ويضيف للجوله نفسها يعني. فانا كنت متضايقه ان انا فاتني مثلا اول 5 دقائق منه. برضو كنت حابه يعني اسال نهى، ومعلش انا اسفه، انا حاسه ان انا بكلفك بحاجات فوق طاقتك، بس يعني انت اللي طمعتينا فيكي زي ما قلت. حاجه زي مثلا متحف محمود خليل اللي عندنا، وهو متحف فيه اعمال كتيره من الاعمال الكلاسيكيه وفي مدارس مختلفه. كذلك متحف الفن الحديث برضو اعتقد فيه اعمال مصريه واخرى. فيعني الجهد اللي احنا اتفرجنا عليه ده كان جهد زي ما الدكتوره سلمى قالت، هو جهد فردي مش جهد رسمي. يعني ده مجرد واحد زار المتحف وصوره بالطريقه الجميله دي وعمل لنا الفيديو الرائع دوت. هل في امكانيه حتى يا دكتوره لو في اطار دبلوم التنميه الثقافيه او في اي اطار رسمي حضرتك تشوفيه مناسب، ان احنا الناس اللي عندنا اللي بتملك المهاره سواء في استخدام الكاميرا او في الشرح تعمل لنا حاجه زي كده ويبقى موجود للاستفاده العامه؟ شكرا جزيلا. طيب نهى الاول تالي ممكن تردي وبعدين انا هرد في الاخر. تمام. طيب شكرا دكتوره نبيل لتعليقك. سؤال دكتوره اماني، هو عادة الحاجات دي بتتعمل بجهد مؤسسي يعني، فدي مشكلة كبيرة وعويصة جدا. يعني أنا عشان يعني أدور على صورة كويسة للوحة الفنان محمد ناجي وأبعت أراسل المتحف، ما حدش رد عليا أصلا واللوحات المتاحة كلها جودتها بالغة السوء. فده جزء يعني من حاجات كتيرة المفروض إن هي تحصل في يعني لو تابعنا بمجرد يعني هتبان جدا بمجرد حتى متابعة للصفحات الرسمية بتاعت المتاحف على الإنترنت. متحف الناشونال جاليري ده عامل نشاط مهول، يعني بيتشقلبوا علشان يوصلوا الفن للناس بأي شكل. عامل فيديو ان هو فيديوهات قصيره وفيديوهات طويله وفيديوهات لجوله كامله، فيديوهات للاكسبيشنز اللي هي المعارض الدوريه اللي بتحصل جوه المتحف، وحاجات لذيذه تنفع على التيك توك، تتقطع وتتحط على تيك توك. جايب مش عارفه واحد شكله شبه فان جوخ وبيرسم عليه بالبراش ستروكس كده على وشه عشان يطلع شبه اللوحه، وتنبهر وتقول واو الله فيديو في 3 دقائق شكرا. يعني حاجات بقى من النوع ده كتير. فده بيبقى جهد مؤسسي. ممكن بقى يعني نتكلم في منطقه ان هو ممكن يبقى حد اوريدي بيعمل كونتنت او محتوى على اليوتيوب او ايا كان الانستجرام او اي حاجه من السوشيال ميديا اللي ممكن تبقى ليها حضور،
ويبدا ان هو يعني يخلي صفحته لحاجه زي كده، وارد جدا. ومحتاج طبعا يبقى فيه وراه فريق عشان حاجه تطلع يعني بجوده كويسه. هو الراجل اللي عمل الفيديو ده كتر خيره، معاه كاميرا 4K، ربنا يعني يفتح عليه اكتر واكتر. فعمل جوله احترافيه بدرجه كبيره، يعني الصوره واضحه بشكل عظيم جدا. المتاحف صفحتها بتعمل ده. كل حد يتطوع، يعني يتطوع ويحاول انه يعمل ده. محتاج برضو تظبيطات مع المؤسسات نفسها، وكل بقى مدير متحف وبمزاجه لا يرضى لا ما يرضاش، يعني في شجون وراء هذا هذا الموضوع. فاحنا اللي بنعمله ده ممكن يكون حل بديل اللي بيحصل، ان هو بنحاول مثلا ممكن التصوير الاحترافي كويس، يعني خلاص هنصور صور المتحف ونعمل لقاء زي ده ونتكلم عليه، او نعمل اي تربيطه مثلا تخلينا نستدعي السياق المصري مثلا، لو عايزين نحاول نعمل محتوى موازي شبه ده بجودة كويسة بيتوثق بشكل كويس، ونبدأ ان احنا نتكلم عليه. ف جهود مؤسسات ويعني نسأل الله التسهيل. أنا ممكن أرد رد قصير عليك يا أماني. طبعا موافقة على كل الكلام اللي قالته نهى، إنه ده المفروض يكون جهد مؤسسي، ومفروض إن كل متحف بيبقى له ويب سايت، يعني وكأنه متحف موازي، والأنشطة اللي عليه وال يعني بتكون أكثر كمان من الأنشطة اللي على الأرض. أنا يعني بشتغل على ده مع الطلاب بتوع الماجستير التنمية الثقافية، لأنه في مادة الوساطة الثقافية بنشتغل على الوساطة المتحفية، والمشاريع بتاعتهم كلها إن هم يروحوا متاحف ويشتغلوا على المتاحف دي. وطبعا بنكتشف يعني الآلام الشديدة، يعني في مؤسسات مليئة بذخائر الفن، لكن يعني ينقصها الكثير. لكن مفيش ابدا ما يمنع انه حد يحول مشروع حياته للي انت بتقترحيه يا اماني. يعني ده لو لقى جهات داعمه حتى لو ما كانتش مؤسسيه، وقدر ان هو يتواصل مع مجموعه من هذه المتاحف وياخد الموافقات اللازمه علشان يصورها ويعمل فيلم عنها، اعتقد انها مش حاجه صعبه قوي يعني. لكنها عايزه طبعا مثابره، وعايزه مجموعه عمل، وعايزه حد يعني ما يبقاش وراه حاجه تانية غير ده. وبرده على فكره ممكن ان هو بما ان قنوات اليوتيوب دلوقتي بقت مجال للربح، يعني انه يعني يبقى ده حاجه يقدر يعيش منها، زي ما ده ما بيتعمل في مواد ثقافيه كتير جدا دلوقتي بقت مشهوره ومنتشره من خلال ناس بيعملوا اعمال على يوتيوب وما الى ذلك. شايفه دكتوره ايناس الصرفي رافعه ايدها، اتفضلي يا ايناس. مساء الخير، بشكرك يا سلمى جدا على يعني كالعادة لقاءات شيقة جدا وممتعة، وأستاذة نهى مبهرة الحقيقة. يعني أنا يعني بحب جدا التأثيريين والانطباعيين، وزي يعني ما كلنا بنحس يعني هي دخلت يعني المدرسة الانطباعية. أنا ده رأيي الحقيقة، دخلت جزء شخصي جدا، ما هو يعني اوريدي موجود في كلمة انطباع. فإحنا كلنا بنحس بالتابلو، ومش بنحس بيه بس بشكل استاتيك، كمان بشكل شخصي. فعشان كده أنا يعني بحب جدا النوع ده من الرسم. بس أنا كنت عايزة أقول يعني تعليق صغنطوط جدا بمناسبة المدرسة الانطباعية ونشأتها في فرنسا، المرتبطة جدا بالثورة الفرنسية الثانية اللي هي 48. لأن أول حاجة، يمكن أول تابلو، وفعلا زي ما أستاذة نوها قالت، يعني إن أصل نشأة المدرسة الانطباعية هي المدرسة الواقعية. كله بدأ من الالتفات اليومي، وكل الحاجات اللي كانت ما يصحش تظهر في تابلو محترم وتابلو كبير وتابلو تاريخي وله موضوع وله موقعة أو له يعني حدث بيأرخ لحدث. ظهر بقى الإنسان العادي والطبيعي الملفت للنظر. وبرضو أستاذة نوع اتكلمت عن يعني عن البانتور، يعني المدرسة الهولندية.
بس انا مش عارفه اذا كان الكلام ده صح. ده تعليقي، واستاذه نوح طبعا هي الاستاذه، يعني هتعرف تقول اذا كانت، او تقدر هي تقول اذا كان ده صح ولا لا. ان اذا كانت المدرسه التاثيريه الفرنسيه الانطباعيه جذورها، اذا كنت انا فاهمه صح، انا مش متخصصه، جذورها ترجع للواقعيه مع كوربي مثلا، لما عمل اللوحه اللي هي لانترمون اورنانس، اللي هو مشهد الدفن ده، اللي كان مشهد في قريه بتاعته. وده اذا كنت فاكره صح كان في 51 او حاجه كده يعني. فاصل المدرسه اللي هي برضو مش بقى الانطباعيه بس، هي الهولنديه مثلا فيرمير، والبيوت زي ما قلتي حضرتك استاذه نهى، اللي هي البيوت الناس اللي داخل اللي في جوه، والاطفال دي ليها يعني ليها يعني أصل تاني غير المدرسة الفرنساوي، مظبوط كده؟ يعني احنا اتعلمنا مثلا ان المدرسة الهولندية يمكن أصلها ان هولندا بما انهم بروتستان، فما كانش فيه اهتمام بالداخل اكتر، واهتمام بالبيوت اكتر، واهتمام ارتباط بالعائلة اكتر، وبالديكور المقفول، وبالاكتيفيتيز اليومية. فهل ده صحيح ان حتى لو احنا قدامنا هنا، يعني انا مش عارفه الحقيقه يعني اسمها ايه، بس هي يعني ال 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 البانتور اللي بتحكي الحدوته الصغيره، عكس اللوحات اللي بتحكي الحدوته الكبيره او التاريخ يعني. فهل فعلا الاصل هنا غير الاصل هنا، او اللي طلع البانتور زي ما بيسموه دو جانر، او اللي هي البتيت هيستوار، يعني الحدوته الصغيره، في فرنسا غير هولندا؟ وبشكر حضرتك تاني جدا على يعني كل المعلومات الممتازة اللي احنا سمعناها. ميرسي جدا، والف شكر ليك يا سلمى. ميرسي قوي. ادخل على طول. طيب ملاحظة حضرتك خلتني افكر في حاجات كتيرة جدا. اول حاجة اللي المرة الكتير اللي بقولها، ان دايما انا بدأ ينمو عندي تحفظات كتيرة جدا على الدراسة الأكاديمية لتاريخ الفن، وازاي الشكل الانتقائي اللي بيحصل في تقديم تاريخ الفن بشكل معين بيكرس لمركزية معينة، يعني حتى مش مركزية أوروبية. ده هنلاقينا ان احنا مثلا النهارده هندرس عصر النهضة، فتلاقينا بنتكلم في فلورنس وروم بس. بعد كده لا يا جماعه احنا بكره بقى هنتكلم في مش عارفه فين، فتلاقينا فجاه قفزنا على النيذرلاند، الاراضي الواطئه، منطقه هولندا، دنمارك، الكلام ده كله خدنا منها واحد كده اهو اتكلمنا عنه. طب هو الناس دي كانت فين؟ طب الشخص اللي بيرسم حلو ده جه منين؟ او اكيد كان في تراث كبير قبليه يعني في حاجات كتيره جدا وتشابكات تاريخيه كتيره جدا صعب ان هي تستوعب كلها في دراسه تاريخ الفن. فمع الوقت الواحد بقى بيبدا يكتشف ده وده، اللي هو طب ما الفنان الفلاني ده كان حلو، طب هو جه منين؟ طب في نوع من التقطع في السرديه اصلا. يعني مثلا بقى لي فتره شاغلني فكره الفنانين اللي طلعوا من منطقه الاراضي الواطئه او النيذرلاند. فهنلاقي مثلا في وقت معين كان في جان فان ايك في عصر النهضه، او في عصر اللي هو ليت جوثيك، طلع لوحده كده فجاه. بعد كده فتره انقطاع طويل طويل طويل، هنلاقي فجاه ريمبراند طلع لوحده. بعد كده انقطاع هنلاقي مثلا حد في المرحله بتاعت بعد الباروك وبعد يعني في اول الروكوكو كده حد تاني بيطلع. بعد كده فجاه انقطاع، بعد كده نلاقي فان جوخ. ايه ده؟ يعني ايه التفكك ده؟ طب هي الناس دي كانت بتروح تشوف بعض؟ طب كانوا عارفين اللي بيحصل؟ كانوا بيسافروا؟ كانوا بيشوفوا؟ يعني كل ده يعني بدينا بقى نسمع فجأة كده في فنون القرن العشرين ان هو لا، اصل في حد راح تاهيتي ومش راح اتفرج على مش عارفه ايه، اصل بيكاسو شاف الاقنعه الافريقيه وفي المتاحف وعجبته، ولا مين سافر فين، ولا الكولونياليه مين اللي جه زياره لمنطقه شمال افريقيا وشاف واطلع وبتاع. وبيكاسو اصل هو قابل فنانين عثمانيين فشاف الخط العربي وقال عليه الكوت الشهيره جدا ان هو فنكم وصل لذروه ما نطمح ان نصل اليه في الفن الاوروبي. فاللي هو التقطع ده يعني حد فكر يملى الفراغات دي؟ حد يعني محتاج بقى مجهود بحثي رهيب ان احنا نبدا ان احنا نحاول نردم الفجوات دي، وما نعتادش على ان هي تبقى موجوده. يعني دايما يبقى في سؤال حاضر، دايما يبقى في يعني انشغال باللي هو لا، السرديه مش كامله، ان هو في حاجات ناقصه كتير جدا. والمشكله دي جايه منين؟ هل هو نوع مثلا من يعني
اعتزاز بالذات في ثقافه معينه فبتدرس لنا تاريخ الفن بالشكل ده. انكار مثلا فكره التاثير والتاثر بثقافات ممكن تتشاف ان هي يمكن ده بدا يكسر شويه مع فكره يعني هو في نوع من الترند الثقافي كده اللي هو النظره للاصوات المتعدده داخل السرديه العامه، ان هو خلاص ما بقاش في حد واحد بس بيتكلم من منظور نخبوي او من منظور ان هو موجود على القمه فبيشكل التاريخ العالم من وجهه نظره، لا ده في سماح للاصوات المختلفه، اظن اسمه كاونتر بوينت او حاجه زي كده، الاصوات المتداخله والكثيره اللي بتدخل تضيف لهذه السرديه مثلا. والمتاحف بدا شويه يبقى فيها الترند ده واضح، يعني مثلا في الناشونال جاليري في جزئيه كده في فنون، في جزء كبير جدا برضو ما تمش الاشاره ليه للارت كرافتس، للحاجات اللي هي الحرف، في مجموعه كبيره جدا من الاساس من العصر الفيكتوري واللي بعده وكذا. ففي من ضمنهم قطعه فنيه محتفى بيها ان هي بتاعه حد كان مستعبد في وقت ما. الفنون المتاحف بدات تتعمل مثلا للبلاك بيبول مثلا في امريكا او كده، ف ده بيبقى وراه مثلا مجهود ثقافي مثلا معين، البيك بتاعته او الذروه بتاعته بتتمثل بقى في المبادرات اللي من النوع ده او في الاحداث اللي من النوع ده او المؤسسات او كذا. فهو الموضوع بينشأ من سؤال ومحاوله بحثيه جاده لردم هذه الفجوات الكبيره في تاريخ الفن، ومحاوله يعني حتى الحاجات دي بتفتح بعد كده يعني طرق لإعادة النظر بقى في كل المسيرة الفنية والمسيرة الإنسانية حتى. فوارد جدا جدا يكون تأثيريين، يعني أنا كنت ذكرت كده بشكل عارض إن هم اتأثروا قبل كده قبلين برومانسيين. من ضمن الرومانسيين كمان بالمناسبة كان في اللي هو الإنجليزي ترنر. كان بيعمل حاجات شبه، يعني دي بقى كانت نقطة قريبة أقرب نقطة للتأثيريين تقريبا، إن هو كان حتى على حد تعبير الناقد الإنجليزي جون راسكن كان بيقول إن هو بيجيد التعبير عن أمزجة الطبيعة. هو كان بيرسم مشهد كده للبحار خصوصا والمحيط، في تداخلات كده للإضاءة والألوان والحركة بشكل ما من غير ما تتبين أي تفاصيل فيه. فده موجود برضه وكان قبليهم، واكيد قبله كان في حاجات الرومانسيه بقى فيها حاجات من تستوعب حاجات كتير جدا من الافكار دي. فلو تتبعنا بقى ممكن اصلا بقى نخرج حتى بره السرديه الاوروبيه. وارد جدا جدا الكلام اللي حضرتك يعني الاستفسار اللي حضرتك بتتكلمي فيه مشروع جدا جدا ومبحث يعني. شكرا يا نهى على الرد يعني اللي انت نقلت لنا فيه، يعني فكره ما كانتش على بال الواحد الحقيقه. يمكن ايناس طرحت السؤال وانت نقلتينا، خدتي السؤال ونقلتينا لتساؤل تاني يعني اعرض. تهيألي يعني ممكن النهارده يعني نكتفي بهذه المداخلات والأسئلة، وإن كنت متأكدة إنه في تعليقات أخرى، بس يعني إحنا تعبناك يا نهى، والجمهور اللي معانا برضو ممكن يكون تعب. بشكركم جدا جدا على وجودكم النهارده، وبشكرك يا نهى قوي على الحقيقة المجهود اللي انت عملتيه علشان تخرجي لنا هذه الجولة غير الجولة بتاعة المتحف، الجولة اللي انت عملتيها لنا داخل هذه الأعمال الفنية، والمعلومات الغزيرة اللي انت اديتيها لنا من أول المبنى نفسه والعمارة بتاعته والواجهات الديكور الداخلي بتاعه، وحتى أطراف البراويز. يعني الحقيقه انت وقفتي في تفاصيل كثيره جدا بتوري قد ايه انت حد بيحب شغله، وحد عنده يعني معرفه ونظره حساسه جدا، وبتعرف تقف على ايه عشان تطلع ايه، او علشان على الاقل تسال عن ايه. ف يعني سعداء جدا بيكي، وبنتمنى لك حقيقي مستقبل يعني كله نجاحات وتوفيق، لأنك يعني تستحقي بجديتك وشغفك وفنك إن احنا نشوف النقد التشكيلي بيوصل لمراحل جديدة مع الشباب.
أشكركم جميعا، ونلتقي بقى بإذن الله في لقاء قادم. تصبحوا على خير. شكرا جدا لكم. انا عندي بس اقتراح بعد اذنك يا دكتوره سلمى، لو حد مثلا شاف لوحه معينه لفتت انتباهه او حابب ان هو يعرف عنها اكتر او يتناقش حواليها، لو عمل ليها سكرين شوت مثلا وابتدينا ان احنا نستكمل الحوار على صفحه شبكه امون، لو ده شيء متاح او حد عنده الحماس ان هو يعمل حاجه زي كده، اظن هتبقى حاجه لطيفه يعني. خلاص، جميل، فكرة جميلة، فكرة جميلة. يلا، تصبحوا على اشوفكم خير. الاسبوع الجاي او اللي بعده. وانتم من اهله. باي باي.